بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر شبكة الإعلام العراقي، ومباراة اليوم من مدينة بابل مهد الحضارات وأرض التاريخ، يصل نادي القاسم إلى هذه المواجهة ورغم مرارة الهبوط إلا أنه يدخل اللقاء بشعار القميص الذي يجب أن يقاتل من أجله حتى اللحظة الأخيرة. وعلى الطرف الآخر نفط ميسان ممثل مدينة العمارة والأهوار يدرك جيدا أن الطريق لم ينتهي بعد، فالفريق ما زال يبحث عن النجاة والابتعاد عن حسابات مباريات البلاي أوف، لذلك لا مجال للتفريط ولا مساحة للأخطاء في هذه المرحلة الحساسة من دوري نجوم العراق. وعلى أرض ملعب النجف حيث الحضور والأجواء التي دائما ما تصنع الإثارة، تفتتح اليوم صفحة جديدة من التحدي بين فريق يلعب من أجل الكبرياء وآخر يقاتل من أجل البقاء. هي ليست مجرد 90 دقيقة، بل مباراة تحمل الكثير من التفاصيل، توتر واندفاع وترقب لكل كرة قد تغير مصير اللقاء بالكامل. القاسم يريد أن يقول كلمته رغم الظروف، ونفط ميسان يدخل بشعار لا بديل عن النقاط. أهلا بكم في أمسية جديدة من أمسيات دوري نجوم العراق، اليوم الأول ضمن منافسات الجولة 36 من دوري نجوم العراق. القاسم أمام النفط، نفط ميسان ملعب النجف الدولي، الملعب الافتراضي لنادي القاسم يستضيف عليه المنافسين. إذن بعد لحظات صافرة الحكم أحمد كاظم قاطع، هذا الحكم دكتوراه تربية رياضية، والحكم مساعد الأول مقداد عقيل ومصطفى حكيم ومحمد كامل، وحكم الفار وافق محمد ورضا عباس عليوي. أما الآن انطلقت صافرة البداية أيها الأحبة الكرام متابعين مشاهدين عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي والنقل المباشر لهذه المباراة. القاسم بالقمصان البيضاء على يسار الشاشة، بينما نفط ميسان على يمين الشاشة. تصل بعد ذلك هذه أول الكرات، لكن الإبعاد يأتي بعد ذلك في وسط أرضية الملعب، لا زالت على الطرف الأيسر بالنسبة أو الطرف الأيمن للقاسم. بعد ذلك تبادل الكرات وانطلاقا من أجل مصالحة جماهيرهم ومن أجل أول دقائق ولحظات المباراة. تصل من جديد كرة تلعب لكنها أبعدت بالأخير وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. نادي القاسم يدخل بحراسة المرمى علي جاسم، خط الدفاع علي عبد الكريم، سيف حاتم، ذو الفقار محمد ومسلم عقيل، بينما خط الوسط سيف الدين ظاهر ومرتضى قصاد وحسين جبار وأمير حسن، وبالقميص 90 عبد الله باسم وعلاء محاسن بالقميص 10. هكذا هي تشكيلة القاسم لهذه المباراة. بينما تشكيلة نفط ميسان يدخل بحراسة المرمى حسن نجم، خط الدفاع ناثانيل سواليو وبالقميص 24، أحمد عبد الرضا بالقميص 50 وعلي عبد الأمير، بينما الارتكاز ماثيو ومحمد سلام وبالقميص 11 علي لطيف، بينما يلعب داوود هداف الفريق والنجم الأول في الفريق وبالقميص 88 رضا محمد وبالقميص 45 مهدي عبد الجبار. هكذا هي الأسماء لهذه المباراة أيها الأحبة الكرام في مباراة اليوم وفي مباراة الجولة 36. بعد ذلك هنا لدينا محاولة تصل لكنها أبعدت وتحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة القاسم في هذه اللحظات. القاسم أمام نفط ميسان هنا في ملعب النجف الدولي، الملعب الافتراضي لنادي القاسم يستضيف عليه المنافسين، الملعب الذي يتسع ل30,000 متفرج، الملعب الذي نفتقده الموسم القادم. هذا أمامنا مدرب فريق نفط ميسان علي عبد الجبار، 42 سنة، لاعب منتخبنا السابق، وكذلك تعتبر أول تجربة له كانت مع نادي القاسم 2024، بعدها انتقل إلى القوى الجوية وبعدها النجف، ومن ثم الآن مع نفط ميسان. أول مباراة مع نفط ميسان الجولة 20 ضد نادي الطلبة، خسر من خلالها 1-0. درب الفريق خلفا للمدرب حسن أحمد. تصل محاولة مرة أخرى، لا زال بناء اللعب حاضر بالنسبة لنفط ميسان. القاسم يدخل هذه المباراة من دون ضغوطات كبيرة على اللاعبين، نعم، بعدما هبط الفريق رسميا إلى دوري الدرجة الممتازة. في المقابل نفط ميسان
ما زال يصارع للهروب من خوض مباراة الملحق البلاي أوف، لذلك سيدخل اللقاء بشعار الفوز ولا شيء غيره. في هذه المباراة نعم أيها الأحبة الكرام، نفط ميسان من أجل الفوز ومن أجل الثلاث نقاط ومن أجل عدم خوض مباريات البلاي أوف والهروب منها بعد ذلك تصل محاولة لمصلحة نفط ميسان، لا زال يحاول لكن بعد ذلك الكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب. هذا رضا محمد، بعد ذلك هذا صاحب القميص 2 بتشكيلة القاسم اللاعب ذو الفقار محمد. في هذه اللحظات أول 3 دقائق لهذه المباراة سقوط على أرضية الملعب، نعم سقوط على أرضية الملعب. القاسم تحصل على 5 نقاط فقط في هذا الموسم، حيث تعادل مع الغراف في الجولة الرابعة، و3 تعادلات متتالية أمام القرمة في الجولة 31 2 مقابل 2، وفي الجولة 32 نفس النتيجة أمام أمانة بغداد، وفي الجولة 33 أمام الميناء بنتيجة 3-3، وفي الجولة الماضية تعادل أمام الزوراء بنتيجة 1 مقابل 1، بينما نفط ميسان في المركز 18 برصيد 31 نقطة. تصل بعد ذلك هنا لدينا محاولة لكنها سهلة، وصلت بأحضان حارس المرمى، سهلة وصلت بأحضان حارس المرمى. تصل في المنتصف بالنسبة لنفط ميسان، هذا ماثيو يلعب الكرة أمامية، بعد ذلك تحولت على الطرف الأيمن، لا زال يحاول ديمي داوود بالكرة الأولى، بعد ذلك لا زالت المتابعة من جديد لكن الإبعاد يأتي في هذه اللحظات والدقائق الأولى لهذه المباراة. حاول من هنالك فريق نفط ميسان بأن يتقدم أكثر إلى مرمى القاسم، بعد ذلك تصل محاولة من جديد، الاستلام لا زالت لمصلحة نفط ميسان، الكرة تلعب عرضية، بعد ذلك الرأسية بالانتظار، والرأسية الله 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 الله، الكرة الأولى والرأسية الأولى، بعد ذلك علي عبد الأمير عرضها وأتت الرأسية، لكن الدفاع كان بدور حارس المرمى وأبعد الكرة الماضية. علي عبد الأمير بالقميص 53 يلعب الكرة عالية، بعد ذلك لا زالت لكن الإبعاد من دفاعات القاسم. نفط ميسان نعم قلت لكم بأنه يدخل المباراة من أجل الانتصار، من أجل 3 نقاط، من أجل الهروب من مباريات البلاي أوف، بينما القاسم الذي يريد تضميد جراحاته عانى كثيرا، موسم للنسيان بالنسبة لنادي القاسم في هذه المباراة. هي مباراة يلعبها بأريحية تامة لأنه هبط إلى الدوري الممتاز. تصل محاولة مرة أخرى، يحاول والتسديدة لكنها سهلة، تصل مباشرة إلى حارس المرمى في هذه اللحظات، حارس نفط ميسان صاحب القميص 22 حسن نجم. هذا أمامنا بالقميص 8 مرتضى قصاد بتشكيلة القاسم في هذه اللحظات. تصل في المنتصف إلى ماثيو يبحث عن التمرير، بعد ذلك لعبها على الطرف الأيسر، تحولت عند علي عبد الأمير، لا زال يحاول، بعد ذلك المرور، رضا محمد يحاول بكرة لكن بعد ذلك التغطية الدفاعية، وتحولت الكرة الأخيرة إلى خارج أرضية الملعب. لا زال يحاول نفط ميسان بأن يصل، لا زال يحاول يريد، هذا رضا محمد، هذا عنده 19 مباراة وهدف واحد، لعب لنادي النجف ولا نادي الزوراء ونادي القاسم. تصل محاولة، لا زالت المحاولات مستمرة، بعد ذلك التمرير إلى رضا، عد بطريقة رائعة، بعد ذلك التمرير والاستلام داخل المنطقة، لا زالوا يحاولون لكن الإبعاد يأتي من دفاعات القاسم في هذه اللحظات. يا من تشاهدون ويا من تتابعون عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي ومباراة القاسم ونفط ميسان، بينما تصل من هنالك محاولة للقاسم يريد من خلالها الوصول والتقدم، بعد ذلك يبحث عادل لكنه فضل أن يعود إلى الخلف، بعد ذلك التمريرة في المنتصف، يبحث عن الزميل، يبحث عن الطريق، الخطوات من أجل الوصول إلى هز خشبات الثلاث، إلى هز شباك حسن نجم، بعد موسم للنسيان، بعد موسم غير مرضي أبدا لجماهير وعشاق القاسم، الحصان الأسود الذي كان يلقب بعدما قضى 6 مواسم في دوري نجوم العراق، أما الآن هذا الموسم قد هبط رسميا إلى دوري الدرجة الممتازة. الآن محاولة لا زال يبحث والتمرير، بعد ذلك من أجل مصالحة الجماهير، من أجل مصالحة الجماهير، القاسم عبد الله باسم بأقدامه يسجل أولي أهداف المباراة. يا لها من كرة ويا لها من تسديدة سجل من خلالها عبد الله باسم
نعم من أجل مصالحة جماهيرهم، من أجل تضميد جراحاتهم. عبد الله باسم يأتي بالهدف الأول لمصلحة القاسم في هذه اللحظات. هذا عبد الله باسم، هذا اللاعب الذي تألق في الكرة الأخيرة، بعد ذلك سدد وسجل من خلالها أول أهداف القاسم. شوف هنا المحاولة، هنا الدخول عدى بطريقة رائعة، بعد ذلك مررها لعبد الله باسم. عبد الله باسم وضعها على يسار حارس المرمى حسن نجم. هذه المحاولة وهذه الكرة وهذه التسديدة اللي كانت من اللاعب عبد الله باسم في هذه اللحظات، وأعلن من خلالها أول أهداف القاسم في هذه المباراة، وفرحة رائعة لجماهير القاسم في هذا اللقاء. إذن 1-0، هكذا هي نتيجة المباراة بأول 9 دقائق في هذا اللقاء. توجيهات حسن هادي لا زالت مستمرة بالنسبة لنادي القاسم، دكتوراه في التربية الرياضية. بالمناسبة أنقذ الفريق من الهبوط في نهاية موسم 23-24 أمام فريق البيشمرغ، مباراة البلاي أوف التي انتهت 2-1. لا زال القاسم يتقدم في هذه اللحظات أيها الأحبة الكرام. المباراة التي تقام هنا في ملعب النجف الدولي، الملعب الذي لربما قد لا نشاهده في دوري نجوم العراق الموسم القادم، لأن ممثلي أندية الفرات الأوسط قد هبطوا رسميا، نادي النجف وكذلك نادي القاسم. تصل محاولة مرة أخرى، لا زالت تلعب عند ديمي داوود، يحاول نجم الفريق الأول يريد من خلالها، لكن حكم المباراة أحمد كاظم أشار إلى رمية جانبية في هذه اللحظات لمصلحة نادي القاسم. ذو الفقار محمد هو من يستعد على تنفيذ هذه الرمية، يلعبها في وسط أرضية الملعب. لا زال يحاول القاسم يلعب بهؤلاء الشبان من أجل، نعم قلت لكم، مصالحة جماهيرهم. بالمناسبة نتائج غير مرضية لأندية الفرات الأوسط، حيث هبط ممثلو أندية الفرات الأوسط نادي النجف ونادي القاسم. تصل محاولة مرة أخرى، لا زال يحاول من خلالها مسلم عقيل، لكن بعد ذلك الحكم أشار إلى مخالفة لمصلحة نفط ميسان. هذا أمامنا 53 علي عبد الأمير لاعب نادي نفط ميسان. علي عبد الأمير واحد من اللاعبين المتألقين جدا مع نفط، مع كتيبة المدرب علي عبد الجبار. تصل محاولة مرة أخرى، تتحول عند علي عبد الأمير، لا زال يحاول، بعد ذلك أرسلها في وسط أرضية الملعب. محمد سلام يبحث عن المساندة، تلعب من هناك إلى من؟ إلى مهدي عبد الجبار، بعد ذلك ديمي داوود ينتظر من هنالك رضا محمد، لكن الإبعاد يأتي. لا زال نفط ميسان يحاول التقدم، يحاول استغلال المساحات، بعد ذلك التمرير والتسديد. مهدي عبد الجبار أراد وكان قريب، لكن علي جاسم كان حاضرا بقفازاته وأنقذ القاسم من هدف التعديل. شوف هنا المحاولة، هنا التمريرة بالعمق، بعد ذلك سدد من خلالها مهدي عبد الجبار، لكن علي جاسم تألق بإنقاذ الكرة الأخيرة. هنا لدينا مرتدة وكونتر اتاك للقاسم من أجل الثاني في هذه اللحظات. يلعب التمرير، لا زال يحاول، لا زال يريد الدربكة من هنالك والتمريرة بالعمق، لكنها تحولت سهلة لسواليوا في هذه اللحظات لاعب نفط ميسان. مباراة رائعة، القاسم سجل في أول 10 دقائق من هذه المباراة بينما هو هبط. نعم قلت لكم بأن القاسم يلعب بأريحية في هذه المباراة، بينما ديمي داوود هداف الفريق النجم الأول لنفط ميسان يحاول التمريرة، تأتي رضا محمد، لا زال يبحث رضا، لا زال يريد من خلالها، تعود مرة أخرى لنفط ميسان الذي يحاول من جديد. ناثانيل العودة مرة أخرى، علي لطيف، تلعب عند علي عبد الأمير، هذه أمامية ترسل عالية لكن الإبعاد بدون متابعة، وإلى دفاعات القاسم في هذه اللحظات. يا لها من أجواء رائعة في بداية المباراة. بعد ذلك هنا المرتدة والانطلاقة للقاسم على الطرف الأيسر، يحاول بعد ذلك العرضية لكنها بدون متابعة،
تحولت إلى دفاعات نادي نفط ميسان بعدما تحسر من خلالها علاء محاسن الذي كان يحاول بعد عرضية عبد الله باسم في الكرة الأخيرة. تصل بعد ذلك في وسط أرضية الملعب، البحث لا زال مستمر. شوف هنا ديمي داوود يبحث عن الكرة، يبحث عن الوصول، يبحث عن استغلال المساحات، يبحث عن السبيل من أجل العودة، من أجل الهروب من مباريات البلاي أوف. بعد ذلك القاسم يريد من خلال هذه المباراة مصالحة الجماهير، يريد من خلالها تضميد جراحاته بعدما قدم موسم غير مرضي أبدا لجماهيره، الجماهير التي عزفت عن الحضور في هذه المباراة، لأن الفريق كان الذي كان يلقب بالحصان الأسود في هذا الموسم قد هبط. ونأمل بإذن الله تعالى أن تكون هذه صحوة لنادي القاسم في المواسم القادمة بإذن الله تعالى. لكن نفط ميسان إلى الآن لا زال متواجد ولا زال حاضر، ومن خلال هذه المباراة هو يبحث بكل تأكيد على أن يبقى وعلى أن يهرب من مباريات البلاي أوف. تصل محاولة مرة أخرى لمصلحة القاسم في هذه اللحظات، يلعب لكن عاد محمد سلام وبعد الكرة الأخيرة بعد ذلك ناثانيل في الكرة الأخيرة. شوف هنا سقوط على أرضية الملعب، سقوط على أرضية الملعب للاعب نادي القاسم في هذه اللحظات. هذا أمامنا أحمد كاظم، دكتوراه تربية رياضية، دكتوراه تربية رياضية، الحكم أحمد كاظم، الحكم الذي قاد كذلك مباراة دهوك والموصل ضمن منافسات الجولة 35 التي انتهت بالتعادل 3-3 بعد مباراة رائعة جدا قدمها الفريقين. هنا سقوط على أرضية الملعب للاعبي القاسم في هذه اللحظات. أمير حسن بعد ذلك هنا العرضية حاول من خلالها مرتضى قصاد لكنها تحولت إلى خارج أرضية الملعب. هذا أمامنا مرتضى قصاد في هذه المباراة. بعد ذلك علاء محاسن، هذا علاء محاسن بالنسبة لمهاجم القاسم في هذه المباراة بعدما تقدم وسجل عبد الله باسم في الدقيقة 9 من مجريات هذه المباراة. إذن القاسم 1 نفط ميسان لا شيء إلى الآن. أيها الأحبة الكرام، نفط ميسان لا زال يريد ولا زال يبحث بكل تأكيد. المباراة التي تقام هنا على أرضية ملعب النجف الدولي، ملعب النجف اليوم يحمل الكثير من الذكريات، أفراح كبيرة مرت من هنا وجماهير صنعت أجواء استثنائية، لكن كرة القدم لا تعترف إلا بالأرقام والنتائج. النجف صاحب التاريخ والجماهيرية يدفع ثمن موسم صعب شهد الكثير من التقلبات لتكون النهاية مؤلمة لعشاق النادي. بعد ذلك التمرير، داود يبحث، نفط ميسان لا زال يريد، بينما رغم الهبوط يبقى اسم النجف حاضرا في ذاكرة الكرة العراقية كناد قدم أسماء كبيرة ومواجهات لا تنسى. الآن تصل محاولة بعد ذلك لمصلحة القاسم لكنها أبعدت وتحولت الكرة الأخيرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا مرتضى قصاد الذي حاول في الكرة الأخيرة، حاول مرتضى قصاد في الكرة الأخيرة، بعد ذلك تحولت إلى رمية جانبية. تصل محاولة أمامية بعد ذلك إلى علاء محاسن، يحاول يبحث عن الزميل بعد ذلك لكنه فضل أن يعود. التمريرة لا زالت للقاسم، التسديد من بعيد لكنها اصطدمت. بعد ذلك تحولت لداود الذي إلى الآن يحاول، إلى الآن يبحث عن الفرصة. بعد ذلك الحكم أشار سقوط على أرضية الملعب، توقف اللعب في هذه اللحظات. نتمنى السلامة لجميع اللاعبين المشاركين في هذه المباراة الرائعة. 1-0 نتيجة ممتازة بالنسبة لنادي القاسم، لكن علي جبار وكتيبته في هذه المباراة يريد الهروب من مباريات البلاي أوف. صراع الدوري مستمر، صراع لم يحسم حتى الآن في دوري نجوم العراق. الصدارة ما تزال بحوزة القوى الجوية برصيد 80 نقطة، لكن المطاردة مستمرة من الشرطة صاحب 76 نقطة والفارق 4 نقاط فقط. يبقي كل الاحتمالات قائمة حتى الجولات الأخيرة الجوية يقترب خطوة بعد أخرى من اللقب، لكن الشرطة لا يريد رفع راية البيضاء. سباق النفس الطويل ما زال مشتعل
مشتعلا حتى اللحظة الأخيرة كما تجري الآن أيها الأحبة الكرام. مباراة ديالى أمام أمانة بغداد، ومباراة الكهرباء أمام الغراف، بينما مباراة النفط أمام دهوك في الساعة 8 مساء، ومباراة الطلبة أمام القرمة كذلك في الساعة 8 هنا في اليوم الأول ضمن منافسات الجولة 36 من دوري نجوم العراق. القاسم أمام نفط ميسان 17 دقيقة لعبنا. يا من تشاهدون، يا من تتابعون عبر شبكة الإعلام العراقي، إلى الآن القاسم يتقدم بهدف وحيد سجله اللاعب عبد الله باسم. الآن تصل محاولة من جديد لمصلحة نفط ميسان. علي عبد الأمير لا زال يحاول، طبعا الطرف الأيسر بالنسبة لنفط ميسان سريع جدا بتواجد علي عبد الأمير. بعد ذلك الكرة في المنتصف، ماثيو لعبها إلى سواليوا في هذه اللحظات، عودة بعد ذلك إلى ماثيو، طويلة أمامية عالية إلى الأمام، لكن الدفاعات يقطعها. لا زالت المحاولة مستمرة، لكن بعد ذلك دفاعات القاسم هي من تنقذ الموقف في الكرة الأخيرة. عودة بعد ذلك لنفط ميسان الذي يبحث عن المساحة، الذي يبحث عن الوصول، الذي يبحث عن التعادل في لحظات الشوط الأول. الكرة تلعب أمامية خلف المدافع، لا زال يحاول رضا محمد، يحاول بعد ذلك التمرير، ديمي داوود عرضها، لا زالت المحاولة، لكن الدفاعات القاسمية أبناء بابل الحصان الأسود الذي لقب لسنوات طويلة في هذه المباراة يتقدم إلى الآن، يتقدم بهدف سجله اللاعب عبد الله سعد أو عبد الله باسم عفوا في الدقيقة 8 من مجريات الشوط الأول. هنا سقوط على أرضية الملعب، سقوط للاعب نفط ميسان في هذه اللحظات. أحمد كاظم يطلب من الجهاز الطبي التدخل والتأكد من سلامة اللاعب. هذا أمامنا السقوط في هذه اللحظات للاعب نفط ميسان. لاعب نفط ميسان أحمد عبد الرضا يعاني من إصابة في هذه اللحظات. نتمنى السلامة لأحمد عبد الرضا اللي تعرض للإصابة ويعاني في هذه اللحظات. هنا الإبعاد اللي كان، هنا الانتظار اللي كان من مهدي عبد الجبار. هذا أمامنا علي عبد الجبار 42 سنة، يريد من خلال هذه المباراة بكل تأكيد. المدرب الذي استلم الفريق يوم 25/2/2026 خلفا للمدرب حسن أحمد، قاد الفريق في 15 مباراة، فاز ب3 مباريات على أمانة بغداد وفريق الميناء والنفط، وتعادل في 6 تعادلات أمام الزوراء. بعد ذلك العرضية تأتي الآن، لكن المتابعة من دفاعات نفط ميسان، لا زال الكرة مستمرة. بعد ذلك التسديد من القاسم، لكنها أبعدت. الكرة الأخيرة سهلة تصل عند لاعبي القاسم. كذلك نعم علي عبد الجبار اللي تعادل 6 تعادلات أمام الزوراء والكرخ وأربيل والشرطة وفريق القرمة، وخسر في 6 مباريات. بعد ذلك هنا لدينا المحاولة لا زالت مستمرة. مهدي عبد الجبار يحاول من جديد، تصل عند ماثيو، وصلت عند ديمي داوود الذي يبحث، الذي يريد التمريرة من أحمد عبد الرضا. لا زالت المحاولة، لكنها طالت على ديمي داوود في الكرة الأخيرة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. علي عبد الجبار نعم قلت لكم قاد الفريق في 15 مباراة، فاز 3 مباريات على أمانة بغداد والميناء والنفط، وتعادل 6 مباريات مع الزوراء والكرخ وأربيل والشرطة والقرمة، وخسر 6 مباريات أمام الطلبة ونوروز وديالى والكهرباء وزاخو ونادي دهوك. وهذه المباراة طبعا بالمناسبة نادي نفط ميسان عنده مباراة مؤجلة أمام النجف في الجولة 30، ستكون يوم الأحد الموافق 5 عند الساعة 6 مساء في ملعب ميسان. الآن تصل محاولة، لا زالت التسديدة، كان رضا محمد قريب جدا بأن يعود بنفط ميسان وأن يتعادل، لكن بعد ذلك المحاولة، شوف هنا الكرة العرضية، بعد ذلك المحاولة التي كانت من رضا محمد لكنها تحولت إلى خارج أرضية الملعب. الكرة الأخيرة رضا محمد حاول، لكن بعد ذلك تحولت إلى خارج أرضية الملعب. نفط ميسان بكل تأكيد لم يتراجع في هذه المباراة، هي مباراة يلعب بها بحذر كبير جدا. بالمقابل القاسم يلعب بأريحية تامة، لأن القاسم كلكم تعلمون بأنه هبط إلى دوري الممتاز، بينما النفط ميسان لا زال يصارع، لا زال يريد، لا زال يحاول. ال3 نقاط هنا مهمة جدا
في ملعب النجف الدولي. عبد الأمير تلعب مرة أخرى إلى ماثيو، التمريرة في منتصف الملعب يبحث عن المساندة والجميل، بعد ذلك تصل محاولة التمريرات القصيرة هذه جميلة وانتو، بعد ذلك تحولت، لا زالت هذه الكرة الفرصة لا زالت قائمة، بعد ذلك الإبعاد لكنها سهلة تصل بالأخير بأحضان حارس المرمى علي جاسم. هنا حاول مهدي عبد الجبار في الكرة الأخيرة لكنها بعد ذلك تحولت بأحضان حارس المرمى علي جاسم. هنا المحاولة، هنا التمريرة، نعم الحكم أشار من خلالها إلى راية، ننتظر هنا المحاولة، بعد ذلك سيطر عليها أو كانت هناك مطالبات بأنها تكون حالة تسلل. هنا الصراع البدني ما بين أحمد عبد الرضا ولاعب نادي القاسم، بعد ذلك تصل محاولة، لا زالت النتيجة على حالها، القاسم يتقدم بهدف وحيد إلى الآن سجله عبد الله باسم. تصل محاولة، المد الهجومي لنفط ميسان لا زال حاضر أيها الأحبة الكرام. أحمد كاظم إلى ماذا أشار في الكرة الأخيرة؟ صراع الدوري مستمر، أمانة بغداد عند مباراة مهمة اليوم بكل تأكيد، وهي كذلك يلعبها بحذر كبير جدا، مباراة أمانة بغداد أمام ديالى. تصل محاولة على عبد الأمير يحاول، بعد ذلك التمرير لا زالت في منطقة الجزاء لكنها تعود، المرتدة لا زالت مستمرة، داوود يبحث، داوود سيطر وتقدم، بعد ذلك تراجع إلى الخلف قليلا، تباطأ في الكرة، لعبها من هناك عند محمد سلام، تحولت عند أحمد عبد الرضا من جديد إلى محمد، التمريرة لا زالت من ماثيو لكن التغطية الدفاعية حاضرة، التغطية الدفاعية حاضرة، التنظيم الدفاعي بالنسبة للقاسم، بعد ذلك المرتدة لا زالت للقاسم الذي يحاول عن ثاني الأهداف لكنها تحولت إلى خارج أرضية الملعب، عبد الله باسم أراد بأن يسجل هدفه الثاني في هذه المباراة. عبد الله باسم اللاعب الذي لعب لنادي الشرطة سجل 5 أهداف مع القاسم في هذا الموسم، وهذا هدفه السادس في هذه المباراة وعند صناعة واحدة في هذا الموسم. هذه الكرة اللي حاول من خلالها عبد الله باسم، بعد ذلك التغطية غير موجودة أو كانت موجودة، بعد ذلك الكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب. 1-0، 25 دقيقة لعبنا أيها الأحبة الكرام متابعينا عبر شبكة الإعلام العراقي. وفي هذه المباراة، مباراة الهروب من البلاي أوف، مباراة الحذر الكبير والصراع الكبير بالنسبة لنفط ميسان، ديمي داوود يحاول العرضية، الله على عرضية أو على تسديدة، بعد ذلك التصدي، الله على تصدي من علي جاسم بكرة ارتقى لها وأبعدها علي جاسم في الكرة الأخيرة. هذا علي جاسم اللي تصدى للمحاولة الأخيرة، هذا أمامنا رضا نعم هو رضا لاعب نادي نفط ميسان. ديمي داوود يحاول، بعد ذلك الكرة العرضية والمطالبات وتوقف اللعب، هكذا أشار، كرتين عرضية لنفط ميسان و0 للقاسم. هذه الرغبة الكبيرة بالنسبة لنفط ميسان من أجل التعادل والعودة. بعد ذلك التمرير، لا زالت المحاولة على الطرف الأيمن، يحاول من خلالها نفط ميسان، بعد ذلك الرأسية لكنها أبعدت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. الكرة الأخيرة، هذا صاحب القميص 43 اللي حاول من خلالها الكرة الأخيرة، ناثانيل الكاميروني عنده هدف واحد هذا الموسم القادم من نادي ديالى. بعد ذلك العرضية، لكن علي جاسم في المكان المناسب في كل لحظة، تجد علي جاسم يبعد الكرة وتجد علي جاسم حاضر بالنسبة لحراسة مرمى القاسم. هنا الكرة والتسديدة من ديمي داوود، بعد ذلك التصدي الرائع جدا من علي جاسم في المحاولة الأخيرة، بعد ذلك الكرة تحولت وأبعدت إلى خارج أرضية الملعب. هذا ديمي داوود السنغالي هداف الفريق، عنده 11 هدف، 4 كان منها ركلات جزاء و6 صناعة. بالنسبة لديمي داوود لعب لنادي الكهرباء والقاسم ونادي العهد. تصل محاولة بناء الكرات، لا زال حاضر بالنسبة
لنادي نفط ميسان إلى الآن. القاسم سجل هدف ويعتمد على الكرات المرتدة. بعد ذلك نفط ميسان يريد التقدم بقيادة ديمي داوودة الذي يحاول عن المرور، لكنه فضل أن يعود إلى الخلف. تصل عند محمد سلام، محمد سلام يتقدم بكرة. بعد ذلك التمريرة إلى العمق، لا زال يحاول رضا محمد عودة من جديد، لكن التغطية الدفاعية كانت حاضرة. التغطية لكنها بالخطأ تعود إلى محمد رضا محمد. في الكرة الأخيرة كان يطالب بركلة جزاء، لكن أحمد كاظم لم يشير إلى شيء في المحاولة الأخيرة. بعد ذلك تصل محاولة، هذا الإبعاد جاء من ناثانيل في المحاولة الأخيرة. الإبعاد جاء من ناثانيل الكاميروني. بعد ذلك التمرير وصلت عند ديمي، يحاول داوود التمرير، لا زالت بالعمق لكنها سهلة تصل بأحضان حارس المرمى علي جاسم. نفط ميسان لا زال يحاول، لا زال يبحث في هذه المباراة، لا زال يريد في هذه المباراة. نعم أيها الأحبة الكرام، أمام القاسم الذي تقدم، أمام القاسم الذي يريد أن يضمد جراحاته. بعد ذلك الكرة، الله على فرصة ومحاولة لا زالت، لكن حسن نجم تصرف بطريقة رائعة وأبعد الهدف الثاني. نعم هو غير راضي على التغطية الدفاعية بالنسبة لنادي نفط ميسان. علاء محاسن، ماذا أضعت يا علاء؟ أضعت هدفا كان قريب جدا بكل تأكيد. بعد ذلك علي عبد الأمير، نفط ميسان يريد أن يحاول. نعم هو يتقدم وترك مساحات كثيرة وكبيرة جدا خلفه اللي كان قريب من خلالها علاء محاسن بأن يهز الشباك مرة أخرى في هذه المباراة من أجل أن يعلن عن ثاني الأهداف. لكن نفط ميسان يحاول. رضا محمد 1 على 1، المرور عدى بطريقة رائعة، لا زال يحاول رضا. الآن كرة عرضية، المتابعة غير موجودة. نعم غير موجودة المتابعة في هذه الدقائق. عودة لأحمد عبد الرضا، المد الهجومي لا زال قائم. هنا التسديدة من بعيد، الله على تسديدة، والله على تصدي من علي جاسم. بعد ذلك تحولت إلى ركلة ركنية. لا زالت المباراة نعم رائعة إلى الآن بين الفريق الذي يريد أن يبقى، يريد أن ينافس في دوري نجوم العراق، وبين الفريق الذي هبط إلى دور الممتاز، وما بين الفريق الذي تقدم في هذه المباراة. القاسم لا زال يريد. نعم نفط ميسان يتقدم ويضغط كثيرا ويترك المساحات خلفه، وهذا يشكل خطرا كبيرا جدا على حارس المرمى حسن نجم. لديك علاء محاسن وعبد الله باسم صاحب الهدف بكل تأكيد. أمير حسن، نفط ميسان منذ بداية المباراة هو متقدم، يلعب يهاجم يتقدم، لأنها مباراة مهمة جدا لنادي نفط ميسان في هذه الجولة، في الجولة 36 المباراة التي من خلالها يريد أن يبقى في دوري نجوم العراق. المباراة المهمة جدا لنفط ميسان الذي يتأخر بهدف إلى الآن. هذا علي لطيف المحاولة اللي كانت بينه وما بين أمير حسن في الكرة الأخيرة. لا زالت المحاولة مستمرة بالنسبة لنفط ميسان. نصف ساعة لعبنا أيها الأحبة الكرام في هذه المباراة، وإلى الآن القاسم يتقدم بهدف، نفط ميسان لا شيء. الفريق الذي لم يفز أي مباراة في الموسم أتى هذا الموسم وفي هذه المباراة نعم سجل في أول دقائق، في أول 10 دقائق من هذه المباراة. بعد ذلك تصل محاولة لمصلحة نفط ميسان. أحمد عبد الرضا لعبها في المنتصف عند ماثيو، بعد ذلك لكنها بالخطأ. حذاري من أخطاء علاء محاسن، علاء يريد، علاء يبحث، أو هذا لا، أو هذا عبد الله يا لها من كرة، ويا لها من تسديدة، ويا له من هدف. عبد الله باسم، أي أداء، أي كرة رائعة، أي هدف رائع سجل من خلالها للقاسم، أتى من خلالها بالأفراح، يتراقص مع ابتسامة جميلة جدا تليق بهذا الفتى الذي سجل هدفين إلى الآن. نعم هدف كان في الدقيقة 8، وهذا الهدف الثاني الذي كان في هذه الدقائق بعد محاولة، بعد سرعة كبيرة جدا من عبد الله. بعد ذلك عاد وراوغ بطريقة رائعة وسدد، وحسن نجم لم يستطع إنقاذ النفط ميسان من الهدف الثاني في هذه المباراة. الله على كرة،
الله على تسديده، أصبح لديه 7 أهداف في دوري نجوم العراق. هذا عبد الله السعد بطريقة رائعة سجل ودون ثاني أهداف القاسم لهذه المباراة. الفريق الذي هبط يريد مصالحة جماهيره، يريد مصالحة جماهيره بهذا الانتصار، لكن هنا محاولة. الله على محاولة، الله على كرة. ماذا أضعت يا محمد سلام بكرة رائعة، لكن هنا المساعد أشار إلى حالة تسلل في هذه اللحظات. كرة كانت قريبة جدا أضاعها محمد سلام بعد ذلك، لكنها حالة تسلل هكذا أشار حكم المساعد. شوف هنا المحاولة، التمريرة اللي كانت بالعمق، نعم راية وقرار سليم جدا من الحكم المساعد في هذه الدقائق. 34 دقيقة لعبنا أيها الأحبة الكرام، ولا زال القاسم يتقدم بهدفين مقابل لا شيء في هذه اللحظات. أحمد عبد الرضا تصل من هنالك على الطرف الأيمن، يبحث عن التمرير في منتصف الملعب. لا زالت المحاولة من محمد سلام، عودة مرة أخرى ماذيو تغيير المسار إلى علي عبد الأمير. علي بعد ذلك تحولت عند الخطير رضا محمد، دخل المساحة موجودة، بعد ذلك التمريرة عالية البينية لكنها لم تكتمل، التغطية الدفاعية لم تكن بالطريقة المناسبة. عودة مرة أخرى لدفاعات القاسم في هذه اللحظات. قدموا مباراة رائعة، بعد ذلك الله على كرة، الله على تمريرة جميلة بالكعب، بعد ذلك المرتدة لكنها سهلة تصل عند أحمد عبد الرضا في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق. أيها الأحبة الكرام، القاسم ونفط ميسان، هنا المباراة في ملعب النجف الدولي، الجماهير حاضرة، لكنها بعد ذلك المرتدة ديمي العرضية من ديمي داوود والمتابعة من مهدي عبد الجبار، لكنها تحولت بالأخير إلى خارج أرضية الملعب. هدف تقليص الفارق لم يكن حاضرا في هذه الدقائق. نعم كرة خطيرة جدا كانت على حارس المرمى علي جاسم. شوف هنا التمريرة، ديمي حاول، ديمي تقدم، ديمي استغل المساحة، بعد ذلك عرضها بطريقة ممتازة، لكن مهدي عبد الجبار لم يتعامل في الكرة الأخيرة بالطريقة المناسبة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. المحاولات لا زالت حاضرة، المحاولات لا زالت متواصلة بالنسبة لنفط ميسان في هذه المباراة. أيها الأحبة الكرام، هذا مهدي عبد الجبار، هذا الحاول في الكرة الأخيرة، لكن بعد ذلك الكرة تتحول من جديد. لمسة عند القاسم، تصل بعد ذلك الكرة، التغطية الدفاعية حاضرة، لا زال القاسم. الحكم أشار إلى مخالفة وبطاقة صفراء، نعم بطاقة صفراء للاعب نفط ميسان علي عبد الأمير، بطاقة صفراء لعلي عبد الأمير في هذه اللحظات. سقوط على أرضية الملعب، نتمنى السلامة للاعب القاسم أمير حسن في هذه اللحظات. هذا أمامنا في الصورة صاحب القميص 53 علي عبد الأمير، لاعب مميز، نعم قدم مجهود فردي رائع في الطرف الأيسر بالنسبة بتشكيلة نادي نفط ميسان علي عبد الأمير. هنا الجهاز الطبي يتدخل في هذه اللحظات. لاعب نادي القاسم يعاني من إصابة، نتمنى السلامة للاعب نادي القاسم أمير حسن اللي عانى من إصابة في هذه اللحظات، وبطاقة صفراء نعم لعلي عبد الأمير. هنا المحاولة، هنا التدخل، نعم التدخل كان في اللقطة الأخيرة، على إثرها أشار الحكم إلى بطاقة صفراء لعلي عبد الأمير. هنا البطاقة الصفراء التي كانت بوجه علي عبد الأمير في هذه اللحظات. بعد ذلك تصل محاولة حاول من خلالها نادي القاسم، لكن تصل من جديد، هذه مرتدة، ديمي يحاول، ديمي انطلق لكنها سهلة، تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية وصلت للقاسم في هذه اللحظات. القاسم اللي يدخل المباراة بأريحية تامة بدون ضغوطات على اللاعبين. أيضا هبط الفريق، قدم موسم غير مرضي، موسم للنسيان. الحصان الأسود عانى كثيرا بكل تأكيد، نعم عانى كثيرا في هذا الموسم، ولم يقدم مستويات رائعة ولم يقدم نتائج إيجابية. بعد ذلك هنا لدينا التبديل لنفط ميسان
في هذه اللحظات دخول اللاعب صاحب القميص 33 بتشكيلة نفط ميسان في هذه اللحظات. بعد ذلك مصطفى يدخل وخروج للاعب علي عبد الأمير. بعد ذلك محاولة تصل، لا زالت الكرة لنفط ميسان لكنها أبعدت الكرة الأخيرة والمحاولة الأخيرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، سقوط على أرضية الملعب. الحارس يعاني من إصابة في هذه اللحظات. نتمنى السلامة لعلي جاسم، قدم مستوى رائع جدا في الشوط الأول لهذه المباراة، بينما نادي نفط ميسان الذي حاول في الكرة الأخيرة من مهدي عبد الجبار. هنا الكرة، هنا المحاولة، هنا المطالبة التي كانت بركلة جزاء، لكن الحكم لم يشير إلى شيء. بعد ذلك شوف هنا المحاولة، مهدي عبد الجبار هو من يتسبب بإصابة الحارس علي جاسم في هذه اللحظات. نادي القاسم الظهور الأول في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم لأول مرة في تاريخه خلال موسم 2019-2020، وذلك بعد تأهله وتتويجه بلقب دوري الدرجة الأولى في موسم 2018-2019. هنا الإعادة، هنا الهدف الرائع لعبد الله باسم، الهدف الأول في هذه المباراة. عبد الله باسم قدم أداء رائع جدا، هو النجم الأبرز في هذه المباراة. في الشوط الأول لهذا اللقاء سجل هدفين عبد الله باسم وتألق في هذا اللقاء. نعم، القاسم الذي بدأ رحلة الفريق بين الكبار بعد نجاحه في حسم بطاقة الصعود ليسجل حضور الأول في دوري الأضواء منذ تأسيس النادي عام 1974، ممثل مدينة القاسم التابعة لمحافظة بابل، في خطوة تاريخية عكست تطور النادي وطموحه في تثبيت اسمه بين أندية الكرة العراقية. هنا المخالفة، هذا أمامنا صاحب القميص 14 محمد سلام. بعد ذلك تصل محاولة من جديد، تلعب عن طريق البديل، عودة مرة أخرى لمحمد سلام، يغير اتجاه اللعب، تصل عند سواليو، يحاول بكرة عرضية من جديد لكنها أبعدت. التغطية الدفاعية كانت حاضرة وتحولت الكرة الأخيرة إلى خارج أرضية الملعب. دخلنا الدقيقة 41 من مجريات هذا اللقاء. أيها الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا عبر شبكة الإعلام العراقي، وهذا اللقاء الرائع بكل تأكيد، هدفين للقاسم مقابل لا شيء لنفط ميسان. تعود من جديد مرة أخرى نفط ميسان، تقدم كثيرا في مجريات الشوط الأول بكل تأكيد، حاول، لكن بعد التقدم كانت هناك مساحات خالية جدا بدفاعات نادي نفط ميسان، استغلها عبد الله باسم ولاعبو القاسم وسجل من خلالها هدفين مقابل لا شيء إلى الآن. لا زال نفط ميسان يحاول في هذه اللحظات تصل أمامية لكنها طالت على ديمي داوود. بعد ذلك الكرة أبعدت إلى خارج أرضية الملعب. هذا ديمي داوود، هذا السنغالي، عنده 11 هدف في هذا الموسم، 11 هدف، 4 منها كانت ركلات الجزاء بكل تأكيد، وصنع 6 أهداف اللاعب الذي لعب لنادي الكهرباء وكذلك لنادي القاسم وكذلك لنادي العهد. هداف الفريق، نعم هو هداف الفريق ديمي داوود السنغالي. بعد ذلك تصل محاولة، أحمد عبد الرضا يحاول مرة أخرى لنادي نفط ميسان الذي يريد من خلال هذه المباراة أن يعود، أن يهرب من مباريات البلاي أوف، لكن على هذه النتيجة وبتقدم القاسم لربما
النفط ميسان. هذه محاولة لا زالت من جديد تصل ومتابعة للقاسم التسديد، لكنها أبعدت الكرة الأخيرة. حاول من خلالها، حاول القاسم بأن يسجل ثالث الأهداف، حاول بأن يسجل عن طريق حسين جبار. هذا أمامنا صاحب القميص 10 علاء محيسن في الكرة الأولى حاول، بعد ذلك حسين جبار حاول في الكرة الثانية، لكن الكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب. تصل في المنتصف، بعد ذلك الاستخلاص بطريقة رائعة تعود عند ديمي. داود يحاول التمرير، لكن الصراعات البدنية حاضرة. هنا لا زالت مرتدة لمصلحة القاسم، مرتدة لا زالت مرتدة للقاسم. يحاول على محاسن دخل، لكن التغطية الدفاعية من جديد. لا زالت المحاولة، التمرير عند ديمي. داود وصلها بعد ذلك في المنتصف، يحاول من خلالها نفط ميسان بأن يتقدم، يحاول على تمريره وبينية رائعة، لكن بعد ذلك الدفاع كان حاضرا. هذا صاحب القميص 11 علي لطيف الذي تقدم من منتصف الملعب ومرر تمريرا رائعة، لكن بعد ذلك الاستخلاص كان حاضر. بطاقة صفراء، هكذا أشار حكم المباراة على اللاعب علي عبد الكريم. بطاقة صفراء لعلي عبد الكريم في هذه اللحظات، والبطاقة الصفراء الأولى للاعبي القاسم في هذه اللحظات. أما الآن تصل محاولة من جديد، لا زالت مستمرة. رضا محمد يحاول الدخول، المساحة موجودة، بعد ذلك غير المسار إلى أحمد عبد الرضا، لعبها تمريرة قصيرة تصل لمصلحة نفط ميسان، لكنه فضل أن يعود لأحمد. أحمد عرضها، لكن التغطية الدفاعية حاضرة، بعد ذلك المرتدة الكوتر اتاك، لكن أحمد عبد الرضا كان حاضرا في المحاولة الأخيرة، أبعد من خلالها. تعود في المنتصف لناثانيل، يحاول بالكرة، عودة مرة أخرى لمحمد سلام. محمد المساحة موجودة، عدى بطريقة رائعة، لكن الاستخلاص كان حاضر. بعد ذلك المرتدة تأتي لمصلحة القاسم للثالث، لكن دربكة وسقوط وفقدان للسيطرة في الكرة الأخيرة. بعد ذلك تصل إلى ديمي، استلمها ديمي، حاول 1 على 1 المرور، الله على المرور، لا زال يحاول، تأخر بها ديمي، بعد ذلك حاول الله على كرة، الله على تسديدة، لكنها لم تكن قوية بالطريقة المطلوبة، وبالكرة تحولت سهلة مباشرة، وصلت إلى حارس المرمى، حارس نادي القاسم علي جاسم. السنغالي حاول، تأخر لربما بعد ذلك سدد، لكن علي جاسم كان حاضرا في المحاولة الأخيرة اللي كانت لمصلحة نفط ميسان. بينما هنا كرة لمصلحة القاسم، دوران في المنتصف، بعد ذلك تغيير اتجاه اللعب للطرف الأيسر، لكن أحمد رضا صاحب القميص 50 أحمد عبد الرضا أبعد المحاولة الأخيرة في هذه اللحظات. في آخر دقائق الشوط الأول لهذه المباراة أيها الأحبة الكرام، أحمد كاظم أشار إلى 4 دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول ضمن منافسات الجولة 36 من دوري نجوم العراق. لا زال القاسم يتقدم ب2 مقابل 0 في اليوم الأول لمنافسات الجولة 36 في هذه المباراة الرائعة. بعد ذلك في الدقائق الأخيرة يحاول نفط ميسان بأن يتقدم، بأن يقلص الفارق، لكنها خلف المدافعين كانت طويلة، وصلت سهلة بأحضان حارس المرمى علي جاسم. 8 مباريات لعبها مع نادي القاسم علي جاسم، لعب كذلك لأمانة بغداد ولنوروز ولفريق لنادي أديالة. بعد ذلك تصل محاولة، لا زال المد الهجومي حاضر بالنسبة لنفط ميسان. ديمي يحاول، ديمي يريد، ديمي لم يستسلم في نهاية الشوط الأول، لكنها بدون عنوان تحولت. من هنالك مهدي عبد الجبار يبحث عن محاولة، فضل أن يعود إلى ديمي داوود، التمرير لرضا، لكن التغطية الدفاعية، تنظيم دفاعي رائع جدا بالنسبة لنادي القاسم في هذه اللحظات. نعم، تنظيم دفاعي للدكتوراه حسن هادي مدرب الفريق،
دكتوراه في التربية الرياضية، المدرب الذي أنقذ الفريق من الهبوط في نهاية موسم 23-24. تصل محاولة من جديد، محمد سلام دوران في المنتصف، تصل بعد ذلك عند أحمد عبد الرضا، لا زال نفط ميسان يحاول من جديد، تحولت عند سواليوة، عودة مرة أخرى على الطرف الأيسر للبديل، لعبها لعلي أو هذا ديمي داوود، لكنها بالكعب. الفكرة جميلة لكن التنفيذ كان ليس بالطريقة المناسبة. بعد ذلك أحمد كاظم أشار إلى مخالفة في وسط أرضية الملعب في الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي لهذه المباراة. هذا أمامنا ذو الفقار قلب الدفاع بالنسبة لنادي القاسم. نعم، تنظيم دفاعي رائع جدا لنادي القاسم في هذه المباراة. الفريق اللي قدم مستويات غير مرضية في دوري نجوم العراق بكل تأكيد. آخر 3 مباريات لنادي القاسم تعادل ب3-3 مع الميناء، وخسارة من دهوك بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع الزوراء بهدف مقابل هدف. بينما نفط ميسان يريد يحاول البديل، بعد ذلك الكرة تصل مقوسة، الله الله الله، أوه مهدي عبد الجبار، لكن الكرة والحكم ألغى الهدف، والاعتراضات من علي عبد الجبار، هدف تقليص الفارق. نعم، الفريق الذي يبحث عن الهروب من صراعات البلاي اوف، علي عبد الجبار. لا زال الحديث متواصلا ما بين علي وما بين حكام هذا اللقاء. احمد كاظم لغى الهدف بداعي لمسة اليد في هذه اللحظات. هذا امامنا احمد كاظم القاضي لهذه المباراة. شوف هنا المحاولة، هنا الارتقاء، نعم هي لمسة يد على لاعب نفط ميسان على رضا محمد في هذه اللحظات. نعم، لمسة يد، ارتقى ولمسة يد، قرار سليم من حكم المباراة أحمد كاظم في هذه الدقائق، قرار سليم. هذا الهدف الملغي لمهدي عبد الجبار. هذا أحمد كاظم أصر على قراره وقرار سليم جدا. هي واضحة جدا لمسة اليد على رضا محمد. بعد ذلك علي عبد الجبار غير راضي بكل تأكيد على أداء فريقه بشكل عام، هو غير راضي على الأداء اللي قدمه نفط ميسان في الشوط الأول لهذه المباراة. هدفين مقابل لا شيء، لربما الشوط الثاني ستتغير به المجريات بكل تأكيد. الحديث لا زال متواصل ما بين علي عبد الجبار وحكام هذا اللقاء. بينما تصل محاولة مرة أخرى، محمد سلام، لا زال نفط ميسان يحاول في آخر دقائق المباراة عن تقليص الفارق، لكنها مرتدة تأتي لمصلحة القاسم اللي قدم شوط أول رائع، لربما يكون أفضل شوط له في الدوري في الموسم في هذا الموسم. تصل محاولة مرة أخرى، اللمسة على الطرف الأيمن بعدما مررها، لكن التغطية الدفاعية كانت حاضرة. تعود ومع هذه الكرة أيها الأحبة الكرام، يا من تشاهدون ويا من تتابعون عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، أحمد كاظم أعلن صافرته وأعلن من خلالها على نهاية الشوط الأول لهذه المباراة بتقدم القاسم بهدفين مقابل لا شيء لفريق نفط ميسان. أما الآن استراحة قصيرة، استراحة ما بين الشوطين، ونعود معكم أيها الأحبة الكرام بتكملة مجريات الشوط الثاني لهذه المباراة. تسجيل هدف الأسبقية، عودة للأمام، الاستلام والتصويب، الله الله
يبدو بأن مستوى المباراة الماضية لا زال حتى الآن نعم، بأقدامهم، بقلوبهم، بمنافساتهم، لا زال حتى الآن وبأقدام القادمون من الخلف. محمد سلام عناد بتصويبة قوية تصل وتقتحم مرمى فريق نادي القرمة. قوية كانت، قوية وصلت، قوية اقتحمت مرمى الصقور الغربية لتعلن عن تقدم فرسان المملكة بهدف التقدم، بهدف السبق عن طريق قلب الدفاع. أي استلام، أي تصويبة قوية جدا كانت صعبة على حارس المرمى على دولافان مهدي لتعلن عن تقدم فريق نادي نفط ميسان بأول أهداف المباراة. أي استلام وأي تصويب على طريقة نجوم خط الهجوم. يظهر من هناك محمد سلام عناد ليسجل أول الأهداف. هكذا كان متفائلا علي عبد الجبار. أيضا بين احتكاك بين عاد سريعا ليث فرحان ركلة جزاء. سنتابع أحمد عبد القادر، أحمد يسجل، أحمد يدون. كرة التعادل لصقور الغربية، كرة التعديل والعودة من هناك. يسجل هدف التعادل بأقدام الفرعون المصري، يسجل ويدون أول أهداف نادي القرمة في هذا اللقاء من علامة الجزاء. مومو سليمان والحديث مع أحمد مكنزي والتركيز على الجانب النفسي. هذا ما شاهدناه في المباراة الماضية عندما يتحدث مع ليث ساجد الحارس أيضا لفريق نادي القرمة. مدرب يركز على الجانب السيكولوجي لدى اللاعبين، مدرب دائما ما يركز على الجانب أيضا الإرادي لدى العناصر المتواجدين. العراقة والأصالة والتاريخ والحضور. لدينا كرة بهذه الصورة وصلت لكيسند، عرضية موجودة على مستوى القائم الثاني، رأسية متابعة. الله أول الضربات، أول الكرات المسجلة. الميناء عن طريق الكرات الثابتة وصلت ونقلت، وكيسند في عملية الكروس المقوس. بعد ذلك العرضية ومهند عبد الرحيم يضع الميناء في المقدمة. السفانة يقص شريط الافتتاح في تمام الدقيقة 70، يسجل أول الأهداف عن طريق البديل القائد والكابتن. عرضية موجودة على مستوى القائم البعيد، بعد ذلك الرأسية والمتابعة والكرة بهذه الصورة العالية الجودة. مهند لا يكذب خبر، نعم أتى بالأفراح والبشائر. سجل أولا، تقدم الآن الميناء بأول الأهداف بكرة بهذه الصورة. كيسند كسر التسلل في اللقطة الماضية، وبعد ذلك العرضية ومهند يأتي بالبشائر، يسجل، يتقدم الميناء عن طريق المهاجم مهند عبد الرحيم. تعود مرة أخرى لوليد، لا زالت بأقدام لاعبي فريق النفط عملية الارسال والتسديد. الله، ضربة أولى. النفط يعدل الكفة بأول لمسة للبديل محمد عدنان، وضعها في الشباك، أعلن عن هدف التعديل محمد منذ الوهلة الأولى. أبي كرة وصلت وبمتابعة هجومية. النفط يتعادل ويعود ويستعيد نتيجة المباراة إلى نقطة الانطلاق. انظر وليد كريم في اللقطة الماضية ربما سيكون هناك كلام، تسديدة قوية، ولكن عينك على الكرة اللي أرسلت، مررت بهذه الصورة. بعد ذلك الرأسية تحولت ونقلت بهذه الكيفية، نعم أتت من المدافع في اللقطة الماضية. الكرة وضعت في الشباك. أبي كرة قوية جدا. أمير حسن يلعب الكرة، الانطلاقة ولا محاولة، عملية تحضير وهدف أول، لكن الراية والتسلل حاضرة.
التسلل و بها شك ربما سيعود إلى الفار. انطلق ولا وجود للتسلل. شوف عبد الله لعب الكرة لعبد الخالق، وعبد الخالق محمد هنا عبد الخالق والهدف الأول. ما كان مسلل عبد الله باسم. شوف انطلق وأعطى الكرة لعبد الخالق، وعبد الخالق ما يكذب خبر بهدف أول لنادي القاسم. حلوة لنادي القاسم، سجل القاسم الهدف الأول. حسن عبد الكريم محاولة عالية خطيرة وجول. هدف 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 إبرايان للزوراء للنوارس. إبرايان يعدل للزوراء برأسية جميلة. إبرايان الفنان للنوارس للزعيم، وهدف التعديل عن طريق إبرايان رياسكوس الكولومبي يصل إلى هدف الثامن. ما كان بها أي شيء، وبالتالي حسن عبد الكريم لبرايان في المكان السليم وفي شباك نادي القاسم. الله الله الله، الرأسية لبرايان، والآن أصبحت 1-1. إبرايان يصل إلى هدف الثامن بدورنا. إبرايان رياسكوس الكولومبي يعدل للزوراء. أصبحت الآن 1-1. حلوة المباراة. الزيادة العددية في الهجوم يحتاج إلى لاعب آخر يغطي مكان المدافع، وهي هي 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 وهنا كرة البقاء تأتي. ضربة أولى للبرتغالي، وهنا الأفراح في الدكة. هنا الأفراح حاضرة ما بين المدرب وكادره الإداري والفني ونهاد محمد الفتى البابلي. يضعها في المرمى، يسجل الهدف الأول. يا سلام على محاولة وعلى كرة، وهذا نهاد أسد من أسود بابل يزهر هنا في استاد الزوراء ويسجل الهدف الأول للبرتغالي. لاحظوا الكرة ما في أوفسايد، لا تسلل في الكرة الأخيرة، السقوط، وهنا مرت على رمضان. نهاد كما يستهي، ونهاد يضعها في المرمى في الجول. هنا البرتغالي، وهنا الكتيبة التي يقف عليها السيد حسن أحمد تتقدم في المباراة بهدف مقابل لا شيء. أفراح برتغالية في هذه اللحظات، واستغلال الفرصة وقراءة المحاولة بشكل رائع جدا من نهاد الناظم الذي يمر من هنالك. دخول هذه كرة ومحاولة، ربما يأتي الأول. جول فعلها الغراف في الدقائق الأولى ليأتي بأول أهدافه، ليأتي بفرحة. هدف بطعم الإبداع، هجمة بدأت بثقة وانتهت بفرحة كبيرة. لكن شوف الإعادة، ننتظر أن تأتي إعادة. هدف يأتي الفرحة، هدف يرفع الإيقاع ويزيد الحماس ويؤكد أن المتعة الكروية لا تكتمل إلا بحضور الأهداف. حضرت الأهداف في وقت مبكر في الدقيقة رقم 12. مر من خلالها المدافع الأيسر أحمد ناظم، ومرر كرة واستقبل بكرة أريحية. شوف هو بداها، حضر من هنالك الاستقبال، ثم بعد ذلك اخترق دفاعات الكناري ليضع كرة على يمين الحارس محمد شاكر ويوقع على أول أهداف الغراف. كسرت دفاعات الكرخ. قبل قليل اهدروا فرصة، لكن ردة الفعل كانت سريعة من الغراف الذي وقع على أول أهداف اللقاء. هذا الهدف سيفتح شفرة المباراة، سيزيد من أثارتها، سيرفع إيقاعها، سيعطي الحماس وبانتظار ردة الفعل للكناري. هدف أول. يحاول مصطفى ارسال الكرة على القائم الثانية، ارسلت بهذا الشكل الى صهيب. الكرخ قريب من التعادل، حضر كرته مجتبى العرضية راسية. جول فعلها الكرخ. كرة وصلت بثقة وانتهت بطريقة الكبار داخل الشباك. هذا هو الكرخ، حيث يهاجم يضرب بقوة ويأتي بالأهداف. كرة أولى، كرة ثانية، الثالثة ينهيها بالشباك.
كرة الكناري صارت في الشباك، أخيرا تغرد في الشوط الثاني، فعلها الحكيم بتغييراته الناجحة وأثمرت عن هدف. لكن سلامات لمجتبى يسقط على أرض الملعب، مجتبى يسقط على أرض الملعب. أثمرت بالنجاح تغييرات أيمن الحكيم. هذه الكرة بدأت من مصطفى بالإصرار والعزيمة، لحق بكرته صهيب، حضر للقائد مجتبى، يأتي بذكاء. شوف العرض، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الراسية من مامودو، بديل ناجح ويكون خير دليل لكلمة البديل الناجح. كرة صعبة ضربت في العارضة الأفقية وبالتالي دخلت. هذه الكرة الراسية كأنه لعبها بقدمه، كأنه لعبها بقدمه بكل قوة. ينجح البديل مامادو ويسجل زيدان مر زيدان، تقدم زيدان على الكناري من أجل الثاني. زيدان عبد الجبار 1 على 1 يدخل في المنطقة، هل يأتي بالتسديد؟ يا سلام، هذه جول، يا لها من هجمة ويا لها من لمسة. شوف الإصرار، شوف الروح، شوف المهارة. أي بديل أي بديل أي بديل. زيدان عبد الجبار بأول لمسة بأول كرة يضعها في شباك الحارس عالمة. ضاع إبراهيم عالمة أمام زيدان عبد الجبار. أي بدلاء يجريها المدرب السوري أيمن الحكيم. تغيير أول عدل مامودو، تغيير ثاني يأتي بثاني الأهداف. زيدان بالمهارة، زيدان بالشطارة، يا عيني حطها على يمين إبراهيم عالمة ليوقع على ثاني أهداف الكناري. قلبوا الطاولة الكناري بعد أن كانوا متخلفون بهدف، عادوا ومن ثم تقدموا وهدف ولا أروع. شوف بمهارة بإصرار يأتي زيدان عبد الجبار، يضع المدافع ساقط على الأرض ويأتي بهدف ثاني. أي مباراة يقدمها فريق الكرخ. عادوا محمد شاكر النيجيري كوكو بالانتظار بالتركيز بالدقة. كوكو تعادل للغراف، فعلها كوكو من ركلة جزاء ويعدل الكفة في وقت قاتل في الدقيقة الثانية من وقت بدل منضاع. ذهب باتجاه محمد شاكر لكنها دخلت في الشباك. عادت الفرحة، عادت الروح في مدرج الغراف. وللسيد قحطان كثير قدم الكرخ، ولكن شوف محمد شاكر ذهب باتجاهها لكن لم يحالفه الحظ، دخلت في الشباك. هدفين مقابل هدفين. أي مباراة حقيقة متقلبة المزاج. تقدم الغراف في الشوط الأول ثم تقدم الكرخ في الشوط الثاني، والآن يعود الغراف ويتعادل. كوكو لا يهدر مثل هكذا كرات، لا يخيب آمال الغراف. الآن تعود المباراة. إبراهيم يستعد لتسجيل أول أهداف المباراة، للدخول أولا من أجل أن يقول أنا لها في البداية. الموصل إبراهيم يتقدم، غازي الله الموصل يسجلون أول أهداف المباراة وبأقدام إبراهيم غازي الذي يعتذر عن الاحتفال. نعم هو كان لاعبا مع نادي مشاهدينا متابعينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، نرحب بكم وأجمل الترحيب مرة أخرى في الجزء الثاني لهذه المباراة. الجزء الأول والشوط الأول انتهى بتقدم القاسم بهدفين مقابل لا شيء. أما الشوط الثاني نفط ميسان يريد من خلاله أن يعود في هذا اللقاء اليوم الأول ضمن منافسات الجولة 36 من دوري نجوم العراق. القاسم أمام نفط ميسان هنا في أرضية ملعب النجف الدولي، الملعب الافتراضي لنادي القاسم الذي يتسع ل30,000 متفرج. بينما هنا محاولة مع أول ثواني الشوط الثاني لهذه المباراة يريد من خلالها تقليص الفارق، لكنها سهلة تصل بأحضان حارس المرمى
علي جاسم اللي قدم أداء رائع جدا في الشوط الأول لهذه المباراة. علي جاسم واحد من الحراس المتألقين الشباب اللي نتمنى له مستقبل كبير جدا لهذا الفتى. 8 مباريات مع نادي القاسم، اللاعب اللي لعب لأمانة بغداد ونادي نوروز ونادي ديالى. بالمناسبة اليوم الأول ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين، بينما تجري الآن مباراة ديالى وأمانة بغداد ومباراة الكهرباء أمام الغراف، بينما مباراة النفط أمام نادي دهوك في الساعة 8 مساء، بينما هنا محاولة لكنها سهلة تصل بأحضان حارس المرمى حسن نجم. وكذلك الكهرباء نعم والغراف، ومباراة النفط أمام دهوك في الساعة 8 مساء، ومباراة الطلبة والقرمة. بعد ذلك هنا تمريرة عالية لكن التغطية الدفاعية بطريقة ممتازة، تشتيت الكرة إلى وسط أرضية الملعب، يبحث عن مساندة وعن زميل، من هنالك يبحثون عن المرتدة عن المساحات، لكن التغطية الدفاعية تأتي من سوالي. وفي هذه اللحظات مباراة الذهاب انتهت 2-1 لنفط ميسان، بينما هذه مباراة الإياب هنا في ملعب النجف الدولي لا زال القاسم يتقدم ب2-0 سجل الهدفين النجم واللاعب المميز في الشوط الأول، بينما هنا محاولة ديمي يحاول لكن التغطية الدفاعية تنظيم دفاعي رائع بالنسبة لنادي القاسم في هذه اللحظات. تصل بعد ذلك البحث عن المرتدة لكنها طويلة طالت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. الكرة الأخيرة صاحب الهدفين لنادي القاسم في الشوط الأول هو اللاعب عبد الله باسم القاسم اللي هبط رسميا إلى دوري الممتاز، اللي تحصل على 5 نقاط فقط، حيث تعادل مع نادي الغراف في الجولة الرابعة، و3 تعادلات متتالية أمام القرمة، 2-2 في الجولة 31 وفي الجولة 32 أمام أمانة بغداد، وفي الجولة 33 أمام الميناء بنتيجة 3-3. وفي الجولة الماضية تعادل أمام الزوراء ب1-1 نفط ميسان في المركز 18 برصيد 31 نقطة. وهكذا هي المعطيات أيها الأحبة الكرام للفريقين. نفط ميسان هذا أمامنا في الصورة، حكم المباراة أحمد كاظم قاطع، يساعده كل من مقداد عقيل ومصطفى جاسم أو مصطفى حكيم عفوا ومحمد كامل، وحكم الفار واثق محمد ورضا عباس عليوي. يعاني من إصابة هذا أمامنا حسين جبار لاعب نادي القاسم، يعاني من إصابة في هذه اللحظات، اللاعب القادم من نادي الحدود. هنا الكرة، هنا المحاولة، بعد ذلك يأتي الآن إذن استئناف للعب، تصل محاولة من جديد، البحث عن المساحات في هذه اللحظات، عودة مرة أخرى لنادي القاسم. بعد ذلك هنا لدينا مرتدة لا زالت، من هنا العرضية لكن التغطية الدفاعية والإبعاد، لا زالت المحاولات مستمرة. نسيم صيهود، بعد ذلك التمرير من ديمي لكن التغطية الدفاعية هذه، من هنالك الكونتراتاك، البحث عن المساندة، البحث عن المساحة، بعد ذلك الانطلاقة بطريقة رائعة، من هنا هجمة واعدة للقاسم، البحث، هنا التمرير، هنا المحاولة لا زالت، هذه عرضية عالية والرأسية، الله 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 على فرصة للقاسم وعلى تصدي لحسن نجم. بعد ذلك حاول القاسم من أن يأتي بثالث الأهداف، لكن حسن نجم هو من أبعد المحاولة الأخيرة، هو من أبعد المرتدة، هو من أبعد الفرصة المحققة لنادي القاسم في هذه اللحظات. ضغط رهيب جدا لنفط ميسان، التكتيك الواضح في هذه المباراة، تشاهد نفط ميسان يضغط إلى الأمام كثيرا، بعد ذلك يترك المساحات خلفه، يأتي من خلال المهاجمين فلاح عبد الكريم، علاء محاسن وعبد الله باسم وحسين جبار وهذه الكتيبة من اللاعبين الرائعة. بعد ذلك المحاولة تأتي إلى خارج أرضية الملعب، نفط ميسان يحاول ويتقدم، وبعد ذلك القاسم بيلعب
ويعتمد اعتماد تام على المرتدات. بعد ذلك سجل هدفين عن طريق عبد الله السعيد. بينما هناك كرة أمامية عالية لكنها طالت وتحولت. الانتظار، ناثانيل يبحث عن الكرة العرضية، بعد ذلك يلعبها مقوسة. البحث والانتظار، الاستلام، ديمي يحاول، داود العرضية لا زالت لكنها الاستخلاص يأتي والإبعاد. بعد ذلك الكونتر اتاك. الشوط الثاني رائع، الشوط الثاني مميز. هذه جميلة بالكعب، الله على الاستلام، الله على التمرير، لكنها طويلة تأتي، لكن تأتي بدون عنوان. بعد ذلك تتحول سهلة عند حارس المرمى الحارس حسن نجم. تصل محاولة مرة أخرى على الطرف الأيسر، عودة من جديد إلى ماثيو في المنتصف، البحث عن التمرير، تغيير المسار، تصل عند ديمي. ديمي يحاول 1 على 1 لكنه عربها، لا زالت المحاولة والتسديدة لكنها بعد ذلك طالت وتحولت الكرة الأخيرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا رضا محمد حاتم اللي حاول بالكرة الأخيرة. هذا نسيم الصيهود اللي دخل بمجريات الشوط الثاني لهذه المباراة. نسيم 30 مباراة مع نفط ميسان، عنده 7 أهداف لعب لنادي الاتحاد ونادي النجف. هنا التسديدة، هنا المحاولة اللي كانت لكنها جانبت القائم، بعد ذلك تحولت إلى خارج أرضية الملعب. الكرة الأخيرة. إلى الآن المباراة رائعة من طرف القاسم بكل تأكيد، الفريق الذي هبط رسميا إلى الدور الممتاز أمام الفريق الذي يريد أن يبقى، الفريق الذي يبحث على أن يبقى منافسا وينافس الكبار من هذا في دوري نجوم العراق. نادي نفط ميسان الذي لديه فرصة، لكن بهذه الخسارة الفرصة قد تكون ذهبت. المخالفات 7 للقاسم، 9 لنفط ميسان. بعد ذلك هنا لدينا التمريرة عالية، بعد ذلك الإبعاد بالرأس، عودة من جديد لدفاعات القاسم في هذه اللحظات. نادي القاسم اللي تأهل بموسم 2019-2020 وذلك بعد تأهله وتتويجه بلقب دور الدرجة الأولى في موسم 2018-2019. وبدأت رحلة الفريق بين الكبار بعد نجاحه في حسم بطاقة الصعود ليسجل حضوره الأول في دور الأضواء منذ تأسيس النادي عام 1974 ممثلا عن مدينة القاسم. أبناء الحلة بعد 6 سنوات 6 مواسم من الحضور في دوري نجوم العراق، في هذا الموسم عانى كثيرا، وموسم بالنسبة للحصان الأسود للنسيان. بعد ذلك المحاولة تصل سهلة بأحضان حارس المرمى علي جاسم. بعد 6 مواسم لنادي القاسم يودع المسابقة وهو يجر خلف رحلة مليئة بالصعود والهبوط، لحظات فرح وانكسار، لكنه اليوم يقف عند محطة، وذلك نظرا لقدرته على تقديم النادي الذي عرف بلقب الحصان الأسود اللي كانت له مفاجآت كبيرة، أحرج الفرق الجماهيرية. بعد ذلك هنا لدينا محاولة لكنها أبعدت الكرة الماضية، مرتدة لنفط ميسان يحاول من خلالها البحث عن المساندة في المنتصف، لعبها التمرير، يسيطر على كورته، بعد ذلك الاستلام لمحمد سلام أو هذا علي أو هذا مصطفى عبد الجليل، مررها، عودة مرة أخرى في المنتصف، البحث عن المساحات، التنظيم الدفاعي. القاسم يغلق كل المساحات بكل تأكيد، يغلق كل الأبواب في هذه اللحظات، يريد ال3 نقاط، يلعب بأريحية، لكن نفط ميسان يريد أن يصل، يريد أن يتقدم. بعد ذلك المحاولة، هدف تقليص الفارق من أجل البقاء في الدور الممتاز، أو من أجل البقاء في دوري نجوم العراق، من أجل الهروب من مباريات البلاي أوف. رضا محمد يسجل الهدف الأول لنفط ميسان، هدف تقليص الفارق. هذا رضا محمد هدفه الثاني في هذا الموسم. رضا محمد بطريقة رائعة. شوف هنا المحاولة اللي كانت من ناثانيل، بعد ذلك التمرير لمصطفى عبد الجليل، عرضها، والمتابعة اللي كانت من رضا محمد، سجل من خلالها هدف تقليص الفارق من أجل الهروب، ومن أجل البقاء في دوري نجوم العراق، ومن أجل المنافسة، ومن أجل أن يقول أنا لها. رضا محمد صاحب القميص 88 يسجل هدفه الثاني هذا الموسم.
هدفين مقابل هدف واحد أيها الأحبة الكرام، يا من تتابعون يا من تشاهدون. بعد ذلك هذه مرتدة لكن لم يتعامل معها بالشكل الصحيح، لكن بعد ذلك لا زالت للقاسم، لا زال البحث هنا، الصراع لا زال مستمر. حاول المرور لكن الكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. هذا ناثانيل الكاميروني. بعد ذلك هنا محاولة لكنها سهلة بأحضان حارس المرمى. الحارس حسن نجم يلعبها بسرعة. بعد ذلك البحث عن المساندة، تصل من هناك على الطرف الأيسر، رضا محمد لا زال يبحث، لا زال يريد التعادل في هذه المباراة. بعد ذلك الكرة تلعب مقوسة عالية لكن الإبعاد يأتي من جديد. المحاولات لا زالت مستمرة. المد الهجومي بالنسبة للنفط ميسان لا زال مستمر في هذه اللحظات. تصل من جديد، هذه مرتدة بطريقة رائعة مررها، لكن التغطية الدفاعية كانت حاضرة بطريقة ممتازة. تصل من جديد، تلعب في المنتصف، يبحث من هناك اللاعب علي لطيف، لعبها على الطرف الأيسر لمصطفى عبد الجليل، يبحث عن الرأسيات لكن فضل أن يمرر عند ديمي داوود، لكن الاستخلاص يأتي في هذه اللحظات. أيها الأحبة الكرام، لا زالت الأجواء حاضرة، الأجواء مميزة بالنسبة لنادي القاسم بعدما سجل هدفين عن طريق عبد الله سعد. هنا التمريرة بينية رائعة بعد ذلك، لكن أحمد عبد الرضا لكنها لا زالت للقاسم، يتقدم البحث عن المساحة. بعد ذلك العرضية تأتي لكن التغطية الدفاعية، ما زالت الكرة للقاسم، لا زالوا يحاولون، لا زالوا يبحثون عن ثالث الأهداف. هنا على الطرف الأيمن تأتي عرضية عالية، البحث عن الرأسية لكنها وصلت سهلة بأحضان حارس المرمى الحارس حسن نجم، اللي ارتقى للمحاولة للكرة الأخيرة واحتضنها. بعد ذلك تأتي لدينا مرتدة. مباراة أصبح الإيقاع أسرع، أصبح الرتم سريع. ديمي داوود، التمرير على الطرف الأيمن، لا زال يحاول البحث عن المساندة. بعد ذلك عرضها أرضية لكن الاستخلاص والتغطية، لا زالت التسديد. ديمي داوود سدد الكرة الأخيرة لكن بعد ذلك تحولت إلى خارج أرضية الملعب، جانبت القائم وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. هنا التسديدة اللي كانت تسديدة لم تكن بالقوة المطلوبة من ديمي داوود. بعد ذلك الكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب. هدف التعادل كان قريب بالنسبة لنادي نفط ميسان عن طريق هذا النجم ديمي داوود، نجم الفريق الأول السنغالي، هداف الفريق، اللاعب الذي مثل الكهرباء والقاسم وفريق العهد الرياضي. نادي نفط ميسان تأهل للمرة الأولى إلى الدوري العراقي الممتاز في موسم 2009-2010. بعد ذلك هنا لدينا محاولة عند رضا، يحاول المرور، يبحث عن العرضية، تصل أمامية من جديد. المتابعة، رضا محمد يريد من خلالها الكرة الأخيرة، البحث عن التمرير لكنه فضل أن يعود لمصطفى عبد الجليل، عرضها مصطفى الرأسية لكنها تحولت إلى خارج أرضية الملعب. الكرة الأخيرة، نادي نفط ميسان تأهل المرة الأولى إلى الدوري العراقي الممتاز موسم 2009-2010 ليسجل حضوره الأول بين أندية النخبة في الكرة العراقية، لكن الفريق هبط إلى دوري الدرجة الأولى عام 2011 قبل أن ينجح سريعا في العودة إلى دوري الأضواء خلال موسم 2012-2013 بعد حصوله على المركز الثاني، ليواصل بعدها حضوره ومنافساته في الدوري الممتاز. الفريق المعروف حاليا باسم فرسان المملكة اللي لا زالوا إلى الآن يبحثون عن التعادل، تصل تغيير المسار مرة أخرى من الطرف الأيمن إلى الطرف الأيسر. البحث لا زال مستمر بالنسبة لنادي نفط ميسان. إلى الآن البحث عن الشفرات من أجل استغلالها، البحث عن الثغرات من أجل التقدم بها، البحث عن المساحات من أجل الدخول، من أجل التسجيل. الله على كرة والله على تصدي من علي جاسم، أداء رائع لعلي جاسم في هذه المباراة. بعد ذلك المرور، البحث، نسيم يحاول بكرة لكنها تحولت إلى خارج أرضية الملعب. التونسي يعرضها، هذا علي جاسم، هذا اللي قدم مباراة رائعة،
شوف هنا المحاولة، ديمي داوود عرضها وهي لا تعرف عرضية أم تسديدة، لكنها كانت قوية، ارتقى لها علي جاسم وتألق بإبعادها أحمد عبد الرضا. تصل أمامية عالية، لا زالت المحاولة من جديد، ديمي يحاول الكرة العرضية مرة أخرى، الكرة العرضية مصطفى. إذن التبديل لنادي القاسم في هذه اللحظات من أجل أن يحافظ على الهدفين، من أجل أن يحافظ على تقدمه. لا زال الرتم يتصاعد كلما مشت الدقائق، كلما مضت الدقائق رتم المباراة يتصاعد. هذا مصطفى عبد الجليل لعب 22 مباراة عند صناعة واحدة هذا الموسم، اللاعب القادم من نفط البصرة، وكذلك فاز بكأس العراق مع الزوراء موسم 2021. أحمد عبد الرضا يعاني من إصابة في هذه اللحظات، نتمنى السلامة لأحمد عبد الرضا في هذه الأثناء. إذن سقوط على أرضية الملعب، مخالفة في منتصف الميدان لملعب النجف الدولي، هذا الملعب العريق والتاريخي، الملعب اللي سوف نفتقده الموسم القادم، لأن ممثلو أندية الفرات الأوسط قد هبطوا رسميا إلى دوري الدرجة الممتازة. تبادل الكرات، لا زالت المحاولة من جديد لنفط ميسان في هذه اللحظات. أحمد عبد الرضا هو اللي غادر أرضية الملعب، اللي كان يعاني من إصابة، صراحة كان إلى دور مهم جدا في تغطية الطرف الأيمن بالنسبة لنادي القاسم. هنا التسديد، لكن الإبعاد يأتي في هذه اللحظات، الإبعاد يأتي في هذه اللحظات. تصل محاولة من جديد لمصلحة القاسم، لا زال يحاول من هنا على محيسن، بعد ذلك التمرير، الحكم أشار إلى استمرارية اللعب في هذه اللحظات. أحمد عبد الرضا اللي غادر ودخل بداله مصطفى محمد. تصل المحاولة الآن، لا زالت من جديد، لكنها التغطية أتت بالرأس بطريقة رائعة، بعد ذلك وصلت سهلة لحارس المرمى علي جاسم. بالمناسبة أبرز لاعبي نادي نفط ميسان تاريخيا هو اللاعب عبد العباس أياد، كأحد أهم لاعبي خط الوسط بفضل حضوره الفني وقدرته على قيادة اللعب، إلى جانب أحمد فرحان الذي تميز كصانع ألعاب وهداف مؤثر بقميص الفريق. أما إيهاب إبراهيم ومزهر رحيم بكل تأكيد هذه الركائز الأساسية اللي ساهمت في تأهل الفريق لأول مرة إلى الدوري العراقي الممتاز في موسم 2009-2010 ليسجل حضوره الأول بين أندية النخبة في الكرة العراقية. هنا لدينا محاولات لا زالت مستمرة للمد الهجومي لنفط ميسان، تحولت على الطرف الأيسر العرضية بعد ذلك، لكن الإبعاد، لكن التغطية الدفاعية كانت حاضرة في الكرة الأخيرة، بعد ذلك مرتدة، المرور والتقدم لا زالت، لكنها بدون عنوان، لكن الحارس يتقدم في الكرة الأخيرة. حسن نجم، كان هناك سرعة كبيرة جدا من علاء محيسن في الكرة الأخيرة، التمريرة كانت ليس بالطريقة المطلوبة، بعد ذلك تحولت لنفط ميسان في هذه اللحظات اللي لا زال يتأخر بهدف إلى الآن. أما الآن تمريرة لكنها سهلة تصل بأحضان حارس المرمى مباشرة لحسن أو علي جاسم. قدم مستوى رائع جدا علي جاسم في الشوط الأول. تصل أمامية عالية، بعد ذلك في منتصف الميدان البحث عن التمريرة، المساحة غير موجودة، القاسم يغلق كل المساحات، بعد ذلك تصل عند مصطفى يبحث عن العرضية، عرضها، بعد ذلك الرأسية، لكن علي جاسم يتصدى. أي أداء لعلي جاسم، أي أداء للقاسم، نعم، اللي يتقدم بهدفين إلى الآن. فرسان المملكة إلى الآن يتأخرون، إلى الآن يلعبون بحذر كبير، إلى الآن لربما يعودون بمجريات اللقاء. أنا وإياكم أيها الأحبة الكرام مشاهدين متابعين عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي فيها اليوم الأول من منافسات الجولة 36 من دوري نجوم العراق. كما نذكركم بأن المباريات التي تجري الآن مباراة ديالى أمام أمانة بغداد، وكذلك
مباراة الكهرباء أمام الغراف، بينما مباراة النفط أمام دهوك في الساعة 8 مساء، ومباراة الطلبة أمام القرمة. كرة تصل محاولة من جديد، تلعب الآن لمصلحة نفط ميسان. لا زال فرسان المملكة يبحثون على أن يتقدموا إلى الأمام، بعد ذلك البحث عن التعادل لهذه المباراة. تصل على الطرف الأيمن، مصطفى عربها، الكرة تأتي العرضية لكنها أبعدت، وتحولت الكرة الأخيرة إلى خارج أرضية الملعب في المحاولة اللي حاول من خلالها نفط ميسان. سيطرة واستحواذ تام بالنسبة لنادي نفط ميسان منذ دخوله في دقائق الشوط الأول لهذه المباراة. هذا مصطفى محمد اللي دخل بديلا، بعد ذلك تصل محاولة لكنها سهلة من جديد. التغطية الدفاعية صافرة من أحمد كاظم، صافرة من أحمد كاظم، وركلة ركنية. هذا علي عبد الجبار مدرب نفط ميسان، 42 سنة، لاعب منتخبنا السابق. أول تجربة له كانت مع نادي القاسم في سنة 2024، بعدها انتقل إلى القوة الجوية وبعدها النجف، ومن ثم الآن مع نفط ميسان. وأول مباراة كانت له مع نفط ميسان في الجولة 20 من منافسات دوري نجوم العراق ضد نادي الطلبة، خسر من خلالها 1-0. درب الفريق خلفا للمدرب حسن أحمد. هنا التدخل، لكن الحكم لم يشير إلى شيء في الكرة الأخيرة. هذا أحمد كاظم، هذا أحمد كاظم وضع القاسم. نعم، نذكر بأنه هبط إلى الدوري الممتاز، وآخر 3 مباريات كانت لنادي القاسم، تعادل 3-3 مع الميناء وخسارة. بعد ذلك الحكم أشار، نعم كان هناك كلام ما بين أحمد كاظم وغرفة الفار. الكابتن واثق محمد، نعم الكابتن حكم الفار واثق محمد، لكن بالأخير أحمد كاظم لم يشير إلى شيء، أشار إلى ركلة ركنية لمصلحة نفط ميسان، يحاول من خلالها عن التعادل بالكرة بطريقة رائعة. لعب الكرة مقوسة، لكن علي جاسم هو من يتصدى للكرة الأخيرة. هذا علي جاسم، أي أداء فردي يقدمه هذا الشاب. نتمنى بإذن الله تعالى أن يكون له شأن كبير، وأن يعود نادي القاسم الذي هبط إلى الدوري الممتاز. بعد ذلك تصل هنا محاولة عرضية لكنها أبعدت، لا زالت من جديد لنفط ميسان. مصطفى يحاول العرضية الآن، لا زالت الرأسية من ديمي داوود، أو لا، الرأسية كانت من اللاعب سوالي وأوتارا، اللاعب كوت ديفوار. 23 مباراة لعبها اللاعب القادم من الاتحاد الاسكندري. هنا المحاولة، هنا شوف الكرة المقوسة، لكن تصدى لها علي جاسم بطريقة رائعة. نعم بالمناسبة وترى اللاعب الكوت ديوفار، لاعب منتخب كوت ديوفار، مثل نادي القادسية ونجران والوحدة والفيحاء ونادي العين. هذا الموسم الثالث له مع نادي نفط ميسان اللاعب وترى. هذا مصطفى محمد لاعب نادي نفط ميسان، اللاعب اللي فاز بالدوري مع الزوراء في موسم 2017-2018. تصل محاولة من جديد، نادي القاسم أمامية، لكن مصطفى محمد هو من يبعد المحاولة الأخيرة. شوف كتيبة الشبان، أعمار متقاربة بالنسبة لتشكيلة القاسم، لكن هنا محاولة تصل من جديد، لا زالت تصل عند ديمي داوود. بعد ذلك التمرير، لكن التغطية الدفاعية عودة مرة أخرى، لكنها أبعدت من جديد، لكنها لا زالت لنفط ميسان من أجل العودة، من أجل التعادل، من أجل البقاء في الدوري. نعم هم يحاولون في هذه الدقائق، الإيقاع أصبح، الرتم أصبح سريع في هذه اللحظات. تصل محاولة مرة أخرى، عدى بطريقة رائعة، يبحث عن الزميل، وانتو جميلة. ديمي يحاول، لكن التسديدة تحولت إلى خارج أرضية الملعب. هذا ديمي داوود اللي حاول بالكرة الأخيرة، لكن بعد ذلك تحولت إلى خارج أرضية الملعب. لا زال نفط ميسان يحاول، لا زال يريد، لا زال يرغب، لا زال يقاتل إلى آخر دقائق المباراة، وهو يريد بكل تأكيد البقاء في دوري نجوم العراق. مباراة مهمة جدا بالمناسبة، أمانة بغداد هو كذلك يخوض مباراة
مباراة مهمة، الفريقين في وضع حذر جدا لهم، يلعبون بحذر كبير من أجل الهروب من مباريات البلاي أوف. تصل محاولة من جديد، لا زالت مرة أخرى لمصلحة نفط ميسان في دقائق الشوط الثاني لهذه المباراة. البحث لا زال مستمر إلى الآن. مصطفى محمد على الطرف الأيمن يحاول يبحث، تأخر لكن بعد ذلك أرسلها للاعب مصطفى محمد، اللاعب اللي لعب مع الزوراء وكانت له تجربة ومحطة رائعة جدا مع الزوراء. بعد ذلك هنا لدينا محاولة لديمي، بعد ذلك العرضية تصل من جديد، رضا التسديدة لكنها أبعدت وتحولت الكرة الأخيرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا رضا محمد اللي حاول بالكرة الأخيرة، سدد من خلالها علي عبد الجبار، لا زال حائرا، لا زال يرغب بفريق أن يعود. رضا محمد ضيع المحاولة الأخيرة، بعد ذلك وصلت إلى ركلة ركنية لمصلحة نفط ميسان، تلعب عالية الرأسية والإبعاد. لا زالت المحاولة من جديد، الإبعاد مرة أخرى، عودة مرة أخرى بمرتدة للقاسم باستغلال المساحات، باستغلال المرتدات. نعم، حذاري من الأخطاء ومخالفة، خطأ تكتيكي من اللاعب ناثانيل الكاميروني، خطأ تكتيكي من الكاميروني من أمام اللاعب علاء محاسن. سقوط على أرضية الملعب لعلاء محاسن، نتمنى السلامة له في مجريات هذه المباراة. أيها الأحبة الكرام، لا زال القاسم يتقدم إلى الآن بهدفين مقابل هدف وحيد. هنا التدخل، هنا الخطأ التكتيكي اللي كان من الكاميروني ناثانيل في الكرة الأخيرة. بعد ذلك لولا الخطأ لكانت هناك مرتدة خطيرة لنادي القاسم. بعد ذلك الأصفر لناثانيل في هذه اللحظات، يتعرض للبطاقة الصفراء من الحكم أحمد كاظم في هذه اللحظات. هذا ناثانيل اللي تعرض للبطاقة الصفراء. بعد ذلك تصل محاولة للثالث التسديد، عودة مرة أخرى، يا لها من محاولة حاول من خلالها القاسم، أراد من خلالها ثالث الأهداف، لكن بعد ذلك مرتدة من الطرف الآخر بالمقابل بالنسبة لنادي نفط ميسان، لكنها تحولت وأبعدت سهلة بأحضان حارس المرمى، سهلة بأحضان حارس المرمى. بالمناسبة صراع الدوري لا زال مستمر، صراع لم يحسم حتى الآن. القوى الجوية في صدارة الدوري برصيد 80 نقطة، لكن المطاردة مستمرة من الشرطة صاحب 76 نقطة، والفارق إلى الآن ولحد الآن لغاية الآن 4 نقاط فقط. يبقي كل الاحتمالات قائمة حتى الجولات الأخيرة. هنا محاولة كانت من نادي القاسم، حاول من خلالها، وصل من خلالها، تقدم من خلالها علاء محاسن، حاول في الكرة الأخيرة، لكن بعد ذلك الكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. القاسم هدفين، نفط ميسان إلى الآن لا شيء. نعم، الشرطة صاحب 76 نقطة والفارق 4 نقاط فقط. يبقي كل الاحتمالات قائمة حتى الجولات الأخيرة. الجوية يقترب خطوة بعد أخرى للقب، بينما هنا محاولة، بينما هنا كرة لا زالت. بعد ذلك لكن أي تصدي يا علي جاسم، أي تصدي لعلي جاسم في المحاولة الأخيرة، في الكرة الأخيرة اللي حاول من خلالها علي لطيف. مصطفى الآن تلعب الآن عرضية عالية، لكن علي جاسم يا له من أداء، عين البارد عليك يا علي جاسم. نعم، أداء رائع جدا من علي جاسم في هذه المباراة، أداء ولا أروع لهذا اللاعب والحارس اللي تألق بكل تأكيد، واحد من الشبان. نتمنى بإذن الله تعالى التوفيق له في مسيرة. شوف هنا المحاولة، هنا الكرة، هنا العرضية اللي كانت من علي لطيف من أمام علي جاسم، أبعدها علي جاسم في هذه اللحظات. هذا الشاب المتألق اللي قدم مباراة رائعة، قدم مستوى رائع إلى الآن. دخلنا الدقيقة 75 من مجريات هذا اللقاء، ولا زال القاسم يتقدم بهدفين مقابل لا شيء في هذه المباراة. رمية جانبية لمصلحة نفط ميسان، رمية جانبية لنفط ميسان. تصل محاولة، لكن الاستخلاص يأتي في المنتصف، البحث عن التمرير. بعد ذلك الكرة تصل طويلة عالية، البحث، لكن مرة أخرى
الإبعاد يأتي من اللاعب سواليو في هذه اللحظات. اللاعب سواليو تورا لاعب منتخب كوت ديفوار 23 مباراة مع نفط ميسان. بعد ذلك التمرير تأتي مرة أخرى في منتصف الملعب. الحكم أشار إلى مخالفة في هذه اللحظات. هذا ديمي داوود هداف الفريق السنغالي نجم الفريق الأول عنده 11 هدف مع نفط ميسان هذا الموسم، 4 منها كانت ركلات جزاء. بعد ذلك التمرير على الطرف الأيسر، لكن مصطفى محمد فقد توازنه، فقد السيطرة على الكرة، وبعد ذلك المرتدة تأتي لمصلحة القاسم. البحث والمرور، الله على المرور، الله على التقدم، الله على المحاولة، سقوط على أرضية الملعب. أحمد حاكم لم يشير إلى شيء في الكرة الأخيرة، أحمد كاظم عفوا حكم المباراة لم يشير إلى شيء في الكرة الأخيرة. شوف هنا التقدم، هنا المحاولة اللي كانت من لاعب القاسم، المرتدة اللي كانت قريبة جدا، لكن خطأ تكتيكي من مدافع نفط ميسان. بينما تصل محاولة ديمي الدوران، لعبها على الطرف الأيسر، لا زالت قائمة عرضية، من أجل البقاء في الدوري، من أجل الهروب من الدوري الممتاز، من أجل الهروب من مباراة البلاي أوف، يعود نفط ميسان، يعود بالتعادل وفرحة الجماهير. هنا الأفراح، هنا الجماهير التي تزين ملعب النجف الدولي. هنا أول الأهداف يسجل من خلالها فقار الذي دخل بدينا، يسجل أول أهداف في هذه المباراة، وثاني أهداف نفط ميسان. شوف الكرة العرضية اللي كانت من مصطفى، بعد ذلك الراسية، وثاني الأهداف بالنسبة لنفط ميسان. إذن التعادل في هذه اللحظات، التعادل عن طريق فقار يسجل من خلالها لنفط ميسان في الشوط الثاني، ويعلن من خلالها عن التعادل، نعم، من أجل الهروب من مباراة البلاي أوف. لكن هنا محاولة لا زالت، هنا الكرة الحكم لم يشير إلى شيء. بعد ذلك تعود مرتدة، كونتر اتاك، التمرير في المنتصف، لا زالت ديمي أو هذا فقار، محاولة تصل على الطرف الأيسر، لا زال يحاول ديمي، يبحث عن الكرة العرضية، الآن عرضية تصل من جديد، تحولت ولا زالت، لكن الاستخلاص يأتي. الراسية مرة أخرى، نسيم التونسي عرضها، بعد ذلك علي جاسم أبعدها، ولا زالت المحاولة قائمة، تصل عند داوود، استخلصها داوود، عرضها من جديد، والراسية كان الثالث قريب، وكان الهدف الانتصار قريب عن طريق التونسي نسيم صيهود. 30 هذا علي عبد الجبار، هذا علي عبد الجبار مدرب الفريق اللي كان غاضبا في الشوط الأول، كان غائبا نفط ميسان. بعد ذلك في الشوط الثاني عاد نفط ميسان بالتعادل وسجل هدفين بكل تأكيد. نسيم شوف هنا ديمي داوود، شوف الاستخلاص، شوف الكرة، شوف العرضية، لكن نسيم الصيهود حاول من خلالها التونسي. بعد ذلك الكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب. بالمناسبة هذه الكرة اللي طالب من خلالها لاعبي نادي القاسم، وعلى أثرها إصابة لعبد الله باسم صاحب الهدفين اللي قدم مستوى رائع جدا مع نادي القاسم. نتمنى السلامة لهذا اللاعب المتألق، أسماء شابة بتشكيلة نادي القاسم، ونتمنى بإذن الله تعالى أن لم تكون النهاية لنادي القاسم بكل تأكيد بهبوطه إلى دوري الممتاز. نتمنى أن تكون الصحوة لهذا الفريق الذي عانى ما عانى في هذا الموسم، موسم للنسيان لهذا لنادي القاسم بكل تأكيد، عانى الكثير هذا الموسم. نتمنى بإذن الله تعالى أن يعود وأن يعود بكل تأكيد إلى دوري نجوم العراق في المواسم القادمة، وأن نشاهد هذا النادي اللي أحرج الفرق الكبيرة والفرق الجماهيرية. هنا تدخل الجهاز الطبي، هنا الجماهير التي تزين ملعب النجف الدولي، الجماهير والأفراح في هذه اللحظات. علي جاسم فعل الكثير في هذه المباراة، لكن بعد ذلك استقبل هدفين، ولا زالت النتيجة بهدفين مقابل هدفين بين الفريقين. نفط ميسان آخر 3 مباريات لنفط ميسان
خسر من نادي دهوك هدفين مقابل هدف، وفاز على النفط ب3 أهداف مقابل 0، وتعادل مع القرمة 1-1 في المباراة السابقة. بالمناسبة هو عند مباراة مؤجلة من الجولة 30 ضد نادي النجف التي ستقام يوم الأحد الموافق بكل تأكيد في الساعة 6 يوم الأحد الموافق 5 عند الساعة 6. نفط ميسان صاحب المركز 18 برصيد 31 نقطة. بالمباراة القادمة سيلعب نفط ميسان مع النجف في ميسان، ومن ثم مع القوة الجوية، وبعدها يذهب لذي قار من أجل مباراة مع نادي الغراف. وكل في هذه المباراة لا زال يبحث عن ال3 نقاط، لكن لا زال التعادل الإيجابي حاضر ما بين الفريقين. هنا تصل محاولة للقاسم، لكن الاستخلاص يأتي لنفط ميسان. بعد ذلك البحث عن المرتدة، البحث عن كرة واعدة هنا على الطرف الأيسر. لا زال القاسم، لكنه تعود من جديد إلى دفاعات نادي القاسم في هذه اللحظات. أكبر فوز لنادي القاسم هو 3-0 على فريق النفط في الجولة 24، سجلها ديمي داوود. كان له بصمة كبيرة جدا في هذه المباراة، سجل من خلالها الهاتريك، ال3 أهداف سجلها اللاعب ديمي داوود. وأكبر خسارة لنادي نفط ميسان هي 4-1 من أمانة بغداد في الجولة 4 من دوري نجوم العراق. الآن تمريرة ومحاولة على الطرف الأيمن، مصطفى محمد تصل عرضية عالية بعد ذلك، لكن الإبعاد يأتي من دفاعات القاسم. في هذه اللحظات دخلنا آخر 10 دقائق من هذه المباراة، دخلنا الدقائق 10 الأخيرة، ولا زال القاسم يريد، الفريق الذي يبحث عن البقاء. التسديد، هداف الفريق والنجم الأول في الفريق السنغالي ديمي داوود يسجل 3 الأهداف، يسجل الثالث في هذه اللحظات. هدف النقاط، هدف ال3 نقاط. نعم، بعدما رسم الأفراح في مدرجات ورابطة نفط ميسان، هنا الأفراح، هنا المشجعين، هنا هدف الانتصار، هدف ال3 نقاط، هدف البقاء في دوري نجوم العراق، يسجل من خلالها ديمي داوود. الله على كرة وعلى تسديدة في الدقائق 10. فرحة كبيرة، نعم فرحة كبيرة لهذا السنغالي اللي قدم موسم رائع جدا مع نادي نفط ميسان. بالمناسبة سجل 11 هدف، 4 ركلات ترجيح، وهذا الهدف هو الهدف 12 للاعب، تسديدا من خارج منطقة الجزاء. بعد ذلك خطأ من حارس المرمى علي جاسم، خطأ من علي جاسم، وبعد ذلك يسجل من خلالها السنغالي صاحب القميص 55 هذا الفتى النجم الفريق الأول. قدم موسم رائع جدا مع نفط ميسان في هذه المباراة، وضع بصمته النجم واللاعب ديمي داوود. لا تصل محاولة من جديد، اللمسة لكنها تبعد إلى خارج أرضية الملعب. الحكم أشار إلى ركلة مرمى لنفط ميسان. فرسان المملكة يقدمون مباراة رائعة جدا. هذا حسن هادي، دكتوراه في التربية الرياضية، المدرب الذي أنقذ الفريق من الهبوط في نهاية موسم 23-24 أمام فريق البيشمركة. المباراة التي مباراة البلاي أوف طبعا اللي انتهت بهدفين مقابل 1. بعد ذلك المحاولة تأتي الآن. الحكم أشار، الانتظار والكلام لا زال مستمر. هذا حكم المباراة أحمد كاظم قاطع. 84 مباراة، نفط ميسان 3، القاسم 2، بمباراة جميلة استمتعنا من خلالها في الجولات الأخيرة من دوري نجوم العراق. أيها الأحبة الكرام، يا من تشاهدون ويا من تتابعون عبر شبكة الإعلام العراقي، هنا الحديث لا زال مستمر. علي عبد الجبار لا زال يوجه في هذه اللحظات. نادي نفط ميسان واحد من الأندية
العريقة في العمارة بكل تأكيد، اللي تأهل للدوري موسم 2009-2010. هنا الأفراح، هنا الجماهير الرائعة يتراقصون يبتسمون بفوز ثمين جدا ب3 نقاط مهمة لنفط ميسان. بالمناسبة المباراة اللي لعبها بحذر كبير، المباراة اللي حدثت بها أهداف، 5 أهداف كانت حاضرة في هذه المباراة، 2 للقاسم، 3 لنفط ميسان، بعد ريمونتادا كانت لنفط ميسان بأقدام النجم ديمي داوود. هنا هدف الانتصار، نعم قد نسميه بأقدام ديمي داوود. علي جاسم استقبل الهدف الثالث في هذه المباراة. يا لها من رقصة، يا لها من ابتسامة، يا لها من لحظة رائعة لهذا النجم. نعم هنا الابتسامة، هنا اللاعب اللي قدم الكثير هذا الموسم مع نفط ميسان، اللاعب الذي بأقدامه لربما يبقى نفط ميسان في دوري نجوم العراق. وبكل تأكيد نتمنى بإذن الله تعالى التواجد لنادي القاسم في المواسم القادمة، بأن يتواجدوا هذا النادي اللي أحرج الفرق الجماهيرية العريقة، هذا النادي وأكبر انتصار أو أكبر إنجاز لنادي القاسم كان في عندما حقق المركز 10 بكل تأكيد. نادي القاسم النادي اللي أحرج العديد. الله على الصورة، الله على اللقطة المميزة هنا في هذه المباراة، هنا في هذه القمة الجميلة. كل الأشياء رائعة، كل الأشياء مميزة. بعد ذلك يحاولون الرابع. الله 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 الله، رابع الأهداف التونسي هو من يسجل رابع الأهداف. التونسي نسيم الصيهود في مرمى علي جاسم. نعم هدف الاطمئنان بالنسبة لهذه الجماهير، هدف الأفراح كان بأقدام، هدف ال3 نقاط بأهداف داوود، وهدف الاطمئنان بأقدام نسيم الصيهود التونسي. يا لها من مباراة ويا لها من أجواء رائعة. هنا في النجم، في ملعب النجف الدولي، نسيم الصيهود بعد تمريرة، شوف التمريرة لكن صعبة ننتظر. لا المحاولة استمرت والتسديدة كانت من نسيم الصيهود التونسي، سدد بقوة كبيرة جدا وأعلن من خلالها رابع الأهداف لنفط ميسان. قدم مباراة رائعة في الشوط الثاني، مباراة جميلة ممتعة قدمها هذا الفريق نفط ميسان. وهذا اللاعب، هذا الحارس، استقبل 4 أهداف في هذه المباراة. أربعة مقابل 2 في هذه اللحظات الرائعة، وفي هذه المباراة المميزة، وفي هذه الأجواء الجميلة في ملعب النجف الدولي. مباراة استمتعنا من خلالها صراحة، مباراة فيها 6 أهداف، 2 للقاسم تقدم في الشوط الأول. بعد ذلك الريمونتادا كانت حاضرة من نفط ميسان. هنا تمريرة، لمسة، مرة أخرى يبحثون هل تأتي 5 الأهداف، لكن الدربكة والسقوط على أرضية الملعب. أشار حكم المباراة أحمد كاظم من خلالها إلى مخالفة. هذا محمد سلام وهذا أحمد كاظم. حكم المباراة محمد سلام حاول في الكرة الأخيرة. بعد ذلك كان هناك صراع بينه وما بين اللاعب أمير حسن في اللقطة الماضية. 4 مقابل 2. دخلنا الدقيقة 89 من مجريات هذا اللقاء. أيها الأحبة الكرام، هنا فرصة ومحاولة لنفط ميسان يحاول من خلالها عن 5 الأهداف، لكن بعد ذلك طالت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. نعم أحبة الكرام، نعم يا من تشاهدون ويا من تتابعون عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، وهذه المباراة الرائعة، مباراة 6 أهداف، 2 للقاسم، مباراة فيها ريمونتادا، مباراة دراماتيكية رائعة، مباراة الانتصار بالنسبة
لنفط ميسان، مباراة البقاء في الدوري، مباراة فيها حسابات عديدة نعم وكبيرة وتفاصيل كبيرة جدا تصل. محاولة ديمي يحاول صاحب الهدف الثالث في هذه المباراة عودة مرة أخرى. في هذه الأثناء أيها الأحبة الكرام نفط ميسان يسيطر على مجريات هذا اللقاء. هناك الجماهير والأفراح لرابطة نفط ميسان للجماهير الحاضرة التي قطعت المسافات وأتت من هناك من العمارة حتى تشجع، حتى تؤازر، حتى تكون حاضرة مع ناديها، مع هذا الفريق اللي دائما ما كان يفرح جماهيره، دائما ما كان يقدم مستويات ونتائج رائعة في دوري نجوم العراق. هنا التبديل، سقوط على أرضية الملعب. نتمنى السلامة لجميع اللاعبين المشاركين في هذه المباراة. دخلنا الدقيقة أو دخلنا الوقت الإضافي لهذه المباراة، 7 دقائق على نهاية مجريات هذا اللقاء. أيها الأحبة الكرام هذه الجماهير هنا، عبد الله سعد أو عبد الله باسم يعاني من إصابة، صاحب الهدفين بالنسبة لنادي القاسم عبد الله باسم، نتمنى السلامة له. هنا التدخل اللي كان من دفاعات نادي نفط ميسان، بعد ذلك على أثرها تعرض عبد الله باسم لإصابة، هذا اللاعب اللي سجل هدفين في هذه المباراة. تصل محاولة مرة أخرى، رمية جانبية تعود مرة أخرى لنفط ميسان إلى ناثانيل، إلى سواليو. في هذه اللحظات تبادل الكرات من جديد، التمريرة تأتي لكن الاستخلاص لا زال يبحث القاسم عن هدف ثالث له في هذه المباراة. شوف الاستلام بالصدر كان بطريقة رائعة، لكن بعد ذلك الدوران من اللاعب ماثيو على الطرف الأيمن، تصل عند مصطفى محمد يبحث تمريرة. لا زالت المحاولة لمصلحة نفط ميسان في هذه اللحظات. مصطفى محمد التمرير لكن يفضل العودة، تأخر فيها. بعد ذلك التمرير عند الله على المرور، الله على المرور، يا له من مرور رائع جدا في هذه اللحظات. بعد ذلك لا زالت المحاولة، لا زالت المحاولة وكانت قائمة من إضافة الهدف الخامس. هذا فقار اللي سجل في هذه المباراة، أراد أن يعزز النتيجة بهدف خامس في هذه المباراة. الآن تصل محاولة من جديد، لمسة من هنالك على الطرف الأيمن بالنسبة لنادي القاسم، عودة مرة أخرى، لكن سيطرة من دفاعات نادي نفط ميسان في هذه اللحظات. هنا الاستلام من ديمي داوودة يحاول التقدم، المساحة موجودة. بعد ذلك اللمسة على الطرف الأيسر أو الأيمن، عرضها للأيسر، لكن بعد ذلك الكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب. هذا فقار سجل هدف في هذه المباراة، دخل بديلا علي عبد الجبار، لا زال يوجه، لا زال واقفا على خط أو واقفا يوجه بالنسبة لنادي نفط ميسان. هذا المدرب لاعب منتخبنا السابق، أول تجربة له كانت مع نادي القاسم في موسم 2024، بعدها انتقل إلى القوى الجوية وبعدها النجف، والآن مع نفط ميسان. الآن تصل محاولة للخامس 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 للخامس. نسيم الصيهود بثاني أهدافه، نسيم الصيهود يسجل في هذه اللحظات، لكن هنالك قرار، نعم حالة تسلل في هذه اللحظات. هنا المحاولة، شوف بالإعادة، هنا المحاولة والإعادة. بعد ذلك التقدم اللي كان من نسيم الصيهود التونسي، سدد بكرة جميلة، بعد ذلك يسجل من خلالها، لكن الحكم إلى ماذا أشار في المحاولة؟ هنا الابتسامة بالنسبة لنسيم الصيهود، نعم إلغاء الهدف لأنه كان هنالك حالة تسلل على نسيم الصيهود في هذه اللحظات. هذا التونسي نسيم الصيهود 30 مباراة مع نفط ميسان، 7 أهداف، لعب للاتحاد ولاتحاد بن
قردان ونادي النجف بكل تأكيد هذه الجماهير التي لا زالت تؤازر، لا زالت تحضر، لا زالت تقدم، لا زالت تشجع نسيم الصيهود بابتسامته بحضوره في هذه المباراة اللي دخل بديلا لهذه المباراة. هذا أحمد كاظم، قيادة موفقة له كانت في هذه المباراة بكل تأكيد. مباراة رائعة، دخلنا الدقيقة 95 والوقت الإضافي يمر، لكن هنالك اتصال، هنالك كلام ما بين أحمد كاظم وما بين واثق محمد حكم الفار، والانتظار والقرار. ننتظر أحمد كاظم والحديث مطول نعم مع واثق محمد في هذه اللحظات. ننتظر قرار حكم المباراة في هذه اللحظات. ونعم هدف يحتسب لنسيم صيهود ويسجل من خلاله 5 الأهداف في هذه اللحظات. وفرحة علي عبد الجبار هنا، نفط ميسان ب5 أهداف أمام القاسم بريمونتادا كبيرة جدا. نسيم الصيهود سجل بطريقة رائعة. يا لها من مباراة، يا لها من أجواء، يا لها من أجواء رائعة هنا في ملعب النجف الدولي، الملعب الذي للأسف سوف نفتقده في الموسم القادم، لأن ممثل أندية الفرات الأوسط قد هبطت. هذا الهدف الرائع، هذا الهدف الجميل، هذه الكرة، شوف النظرة، بعد ذلك وضعها بمرمى علي جاسم. الله على مباراة جميلة، الله على لحظات رائعة. نسيم الصيهود يسجل 5 الأهداف. مباراة جميلة، مباراة رائعة استمتعنا من خلالها أيها الأحبة الكرام. 5 نفط ميسان، القاسم 2 في هذه الأجواء وفي آخر دقائق هذه المباراة. تصل محاولة مرة أخرى، اللمسة من جديد تحولت لنفط ميسان، بعد ذلك التمريرة على الطرف الأيمن، مصطفى محمد مررها. أما الآن أرضية تعود، لا زال السادس قريب، لكن بعد ذلك الكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، اصطدت بالدفاع لنادي القاسم. بعد ذلك تحولت الكرة الأخيرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة ركنية لمصلحة نادي نفط ميسان. دقيقة واحدة على النهاية وثواني أخيرة على نهاية مجريات هذا اللقاء. تصل الآن عرضية وجميلة، لا زالت المتابعة، البحث، التأخر، بعد ذلك المتابعة من جديد، وصلت والتسديدة. الله على تسديدة. ناثانيل أراد أن يضع بصمة قلب الدفاع، أراد أن يأتي ويضع بصمة ويسجل في آخر دقائق المباراة. علي جاسم قدمت شوط أول رائع، بعد ذلك القاسم يعاني يا جماعة. القاسم عانى هذا الموسم، موسم للنسيان. نتمنى بإذن الله تعالى أن تكون الصحوة متواجدة وحاضرة لنادي القاسم. الآن التمرير لمصطفى بعد هذه الكرة. أما الآن أحمد كاظم يعلن صافرة النهاية، نفط ميسان ب5 أهداف والقاسم ب2. مباراة رائعة، مباراة جميلة. شكرا جزيلا. هنا الجماهير تؤازر والجماهير فرحة، جماهير نفط ميسان. هنا الأحضان ما بين لاعبي نفط ميسان. ألف مبارك لنفط ميسان، هذا الانتصار الثمين جدا اللي راح يخرج من حسابات عديدة وكبيرة جدا. اللي يريد انه الهروب من مباريات البلاي اوف بكل تأكيد. ألف مبارك لنفط ميسان، هارد لك لفريق القاسم في المواسم القادمة. إلى الآن تقبلوا تحياتي، محدثكم حسن سالم. إلى اللقاء أيها الأحبة الكرام.